تخيل تبقى دكتور ناجح وأبوك صاحب أكبر مستشفى في المدينة وكوريا بأكملها، وفجأة أبوك يموت بدون أي سبب وأنت متهم بجرائم ما عملتهاش، واتصبت في حادثة خلتك عاجز، وفي النهاية بقيت فقير ومديون. وقبل ما بتموت بتكتشف إن السبب في كل اللي حصل لك والخراب ده كله من أقرب الناس ليك. لكن فجأة الحياة بتديلك فرصة تانية وبتقدر ترجع بالزمن، وكمان بتكتسب قدرة خاصة بتخليك تعالج أي مرض. يا ترى إيه اللي هيحصل مع بطلنا؟ وهل هينتقم وهيتصرف إزاي؟ ده اللي هنعرفه في قصتنا النهاردة، قصة بطلنا ماكيتو. ما تنساش اللايك والشير والكومنت، ما طولش عليكم ويلا بينا. بتبدأ القصة في سنة 2023 بإعلان متعلق على الحيطة مكتوب فيه إن تم قفل إعادة شندو. في حوالين الإعلان شتايم وهجوم، وده معناه إن الناس بتكره الدكتور. وبنروح لواحد اسمه ماكيتو، وبيكون راجل عنده 40 سنة وكان شغال دكتور سابق وحاليا عاطل عن العمل، وبتكون حياته تعيسة وعايش في بيت فقير وبيشرب خمرة وبيفتح التلفزيون على برنامج مستضيفين فيه واحد اسمه أوزاو، وده كان زميل لبطلنا قبل كده. وبيقول ماكيتو لنفسه ازاي وصل بيها لحل كده، وبيبص على التلفزيون وبيقول أوزاو هو السبب في كل اللي حصل لي. وبيبدأ بطلنا ماكيتو يحكي لنا عن اللي حصل له في الماضي، ونروح لمستشفى سيو، ودي مستشفى مرموقة وكبيرة بيجي لها ناس كتير مشهورين من الوسط الفني والسياسي ورجال الأعمال. والمستشفى دي بتديرها عيلة أبو بطلنا. وبنشوف دكتور بيطمن المريض وبيقول له أنت بتتحسن كويس. فبيسأله المريض يا مدير أنت ليه بتعمل جولات بنفسك وبتكشف علينا؟ فبيقول له المدير مش مهم أشتغل بنفسي، أهم حاجة صحتكم عندي. وبنعرف هنا إن المدير ده بيبقى شندو والد ماكيتو ومدير المستشفى. رغم إن شندو كان مدير المستشفى بس كان دايما بيحب يساعد المرضى ويطمن عليهم. وفجأة بيوصل ماكيتو لما كان صغير وبيهند على أبوه، وبيقابله أبوه وبيسأله خلصت المدرسة؟ فبيقول له ماكيتو أيوة. فبيقول له شندو أنا هرجع البيت متأخر فروح أنت واسمع كلام الشغالة اللي هي الدادة يعني. فبيزعل ماكيتو وبيقول يا بابا مش أنت أهم واحد في المستشفى؟ طيب ليه مش قادر ترجع البيت معايا؟ فبيقول له شندو أنا آسف إني خليتك تحس بالوحدة، لكن لما أمك ماتت كنت حاسس بالعجز والإحباط لأني معرفتش أنقذها كطبيب وكزوج ليها. وساعتها قررت إني هفضل أشتغل بجد علشان مخليش مريض أو أي حد يحس باليأس اللي حسيته لما أمك اتوفت. وبيكون ماكيتو في اللحظة دي معجب بوالده، وبيقرر ساعتها إنه هيكون قدوته ويبقى دكتور شاطر زيه لما يكبر. ولما أخيرا ماكيتو بقى دكتور واشتغل في قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة، حصل شيء فظيع في اليوم ده. وبنشوف الناس بتقول إن المدير انهار فجأة، وبنشوف أبو بطلنا في أوضة العمليات وساعتها بيموت بسبب الفشل الكلوي الحاد. وبيكتشف ماكيتو بعد موت أبوه إن ناس كتير بتكرهه لأنه ابن المدير وكان دايما متغطي بمكانة أبوه ونفوذه. وفي يوم لقي نفسه متهم وعليه قضايا كتير، وبيقرأ مقالة كبيرة عنه وبيتقال فيها إنه متواطئ في أعمال مشبوهة، وإن المستشفى اتعاملت بالسلطة والفلوس وبتفضل الكبار وأصحاب المناصب عن الناس التانية، وإنه سمح لطفل يموت من الإهمال. وبيتعرض ماكيتو للمحاكمة وبيقول مدير المستشفى لماكيتو أنت مرفوض. فبيقول له ماكيتو المقالة دي كذب، أنا كنت بحاول أنقذ الطفل لكن في واحد في أوضة العمليات قال لي امشي. فبيأمر المدير بطرده، وبعد ما بيطرد من المستشفى بيجيله دكتور إيزاو وبيقول له إن وجودك هنا مش مرغوب فيه، أنت لا بقيت دكتور في المستشفى دي ولا حتى وريث. فبيقول له ماكيتو أنت السبب في كل اللي حصل لي وطردتني من أوضة العمليات وسبت الطفل يموت علشان تورطني. فبيضحك إيزاو ضحكة شريرة وبيقول اتأخرت قوي علشان تفهم الموضوع. وبيكمل عندي ليك هدية وداع، وهي انك تسجلت في القائمة السوداء، وده معناه انك مش هتشتغل في الطب تاني طول حياتك. وبيمشي أوزاو وبيقول للأسف ان الدكتور شندو يبقى عنده ابن غبي بالشكل ده. فبيجري وراه ماكيتو علشان ينتقم منه لكن بيمنعه امن المستشفى، وبيروح ماكيتو لشخص علشان يستلف منه ويبني عيادة خاصة. وبيقول الشخص هقدم لك صفقة كويسة لأني سمعت عن اللي حصل معاك. وحتى بعد ما اترفد ماكيتو من عالم الطب ما قدرش يتخطى عن كونه دكتور، ففتح عيادته الخاصة وتراكم عليه ديون ضخمة. لكن بعد فترة اتعرض لحادثة، وبيقول الدكاترة عن حالته احنا قدرنا ننقذ حياته بالعافية لكن الأعصاب في ايده والساق اليمين مش هيرجعوا زي الأول. وبنشوف ماكيتو بيمشي بصعوبة وبيتألم والناس حواليه عمالة تحكي عن اللي حصل له والجريمة اللي عملها. وبنشوف ماكيتو مش قادر حتى ياكل وبيقع منه الأكل على الأرض
والناس بتتريق عليه. وهنا ماكيتو حياته المهنية اتدمرت، لأن بالنسبة للجراح ففقدان الإيد اللي بيتعامل بيها ده معناه إنه مش هيقدر يشتغل تاني. وبسبب شوية مقالات وإشاعات اتساب ماكيتو لوحده، وكترت عليه الديون ومبقاش قادر يسدها. وبنرجع للوقت الحاضر مع دكتور أوزاو في التلفزيون، وبتسأل المذيعة الدكتور ليه قررت تبيع المستشفى. فبيقول دكتور أوزاو كانت الدنيا مقلوبة جوه المستشفى بسبب سياسات الإدارة وموت المدير المفاجئ وفضيحة ابنه، والأحداث دي كلها حصلت ورا بعض. وبيكمل أوزاو وبالرغم من كل ده كان لازم نفضل نقدم نفس المستوى من الرعاية للمرضى، واحنا كنا في موضع ممكن فعلا نفلس فيه. محدش كان عنده فكرة انا كنت حاسس بايه، انا حتى مش قادر اعيش حياتي طبيعية. فساعتها بيتعصب ماكيتو وبيقول بطل كده، انت خططت لكل اللي حصل، ازاي قادر تتصرف بالبرود ده؟ وبيكمل انت ما اهتمتش بحاجة في المستشفى غير الفلوس. وبيكسر ماكيتو التلفزيون بصورة ليه هو وابوه. وفجأة بيوصل ناس ليهم ديون عند ماكيتو وبيرنوا جرس الباب، وبيقول الشخص افتح يا ماكيتو ورجع علينا الفلوس بتاعتنا. فبيثبت ماكيتو في مكانه وما بيقدرش يفتح الباب. وبيكمل الراجل وبيرزع على الباب وبيقول سمعت انك كمان مأخر في دفع الإيجار، وعشان كده عملت نسخة من مفتاح الباب وهحاول ادخل بيها. وبيكون ماكيتو خايف ومش عارف يتصرف، وبيكتشف صاحب الديون انه قافل الشقة بالسلاسل. فبيقول لماكيتو انت خلاص ما بقتش دكتور، ولو مت محدش هيهتم بموتك، فسدد ديونك قبل ما تموت. وبيكسر السلسلة بآلة حادة. فبينط ماكيتو من الشباك علشان يهرب، فبيجروا وراه بسرعة قبل ما يهرب. وبيجري ماكيتو في الشارع وهو بيسأل نفسه ايه اللي حصل لي وايه اللي وصلني كده، انا غلطت في ايه؟ وبيخبط بالغلط في بنت صغيرة وبتقع على الارض والبنت بتعيط. فبتيجي امها بسرعة علشان تلحقها، وبتبص لماكيتو بقرف واستحقار. فبتاخد بنتها وبتأمرها تبعد عن الشخص ده لانه خطير. فبيقوم ماكيتو من على الارض وبيسأل نفسه نفس السؤال. وبيطلع ماكيتو على سلم كبير في الشارع، وبيجي صاحب الديون. فبيحاول ماكيتو يهرب بسرعة لكن بيقع من على السلم وبيتخبط على الأرض وبيتصاب بكدمة في الدماغ ونزيف حاد وكسر في الجمجمة. فبيسأل نفسه هل دي هي نهايتي؟ وبيفتكر المقالة اللي اتهمته بأبشع التهم، وبيفتكر الدكتور إيزاو واللي عمله فيه. وبيقول ماكيتو لنفسه أنا مش عارف أحرك أطرافي، وأفظع حاجة حصلت ليا هي إني ما قدرتش أنقذ الأشخاص المهمين عندي، وما قدرتش أنقذ أرواح الناس زي ما كنت عايز. وبيقول ماكيتو على نفسه أنا عاجز، أنا بكره نفسي، أنا مش عايز أموت هنا ودي تكون نهايتي. فجأة في حاجة بتنور قدام ماكيتو وبتظهر شاشة النظام مكتوب عليها بيانات ماكيتو وبتقول انتهت اللعبة. وقتها بيستغرب ماكيتو من اللي بيشوفه وبيقول هل فعلا انتهت اللعبة بجد؟ وبيلاقي قدامه على الشاشة خانة مكتوب عليها استكمال ولا نهاية. فبيقول لنفسه انت بتطلب مني اختار، ده كلام فاضي، بس هيكون ايه لو فعلا قدرت اختار؟ وبيرجع له الامل تاني لان كل حاجة هتتصلح. وبيقول لنفسه عايز ارجع كل حاجة، وبيدوس على خانة الاستكمال وبنشوف قدامه صور حد ماسك ايده وصور واحد ميت في تابوت بيحصل له انعاش. وفجأة بيلاقي نفسه سليم ومفوش اي حاجة، موجود في مستشفى ابوه، وفي حد بيرن عليه على الموبايل. فبيقول انا فين؟ انا متأكد اني اتصبت ووقعت من على السلم. فبيرد على التليفون وبيسأل مين معايا؟ فبيقول له اللي في التليفون ايه نسيت صوت ابوك؟ فبيتعصب ماكيتو وبيقول بلاش المقالب دي، انا والدي اتوفى من 12 سنة. وبيبص لنفسه في المراية وبيلاقي انه ملامحه اتغيرت ورجع شباب تاني. وبيقول انا بقيت اصغر ازاي؟ هو ايه اللي حصل هنا؟ وايه الهدوم دي؟ وبيرجع للتليفون علشان يكلم والده لكن بيلاقيه فصل. وبيبص على التاريخ وبيلاقيه 2011 وبيلاقي صورة والده على حيط المستشفى، وده معناه انه لسه عايش. وبيستغرب ماكيتو من اللي بيحصل وبيقول ايه المكالمة اللي لسه جت دي؟ وهل فعلا ابويا لسه عايش؟ مش معقولة اني رجعت 12 سنة لورا. بعد كده بيطمن على ايده وبيلاقي بتتحرك عادي ورجعت زي زمان، وبيكون مش مصدق اللي بيحصل. وبعد كده بيفتكر الدكتور إيزاو وبيكمل وبيقول لنفسه اكيد هو كمان موجود هنا وابويا كمان، والناس اللي معرفتش انقذهم زمان هنقذهم كلهم، دي بداية جديدة علشان اصلح كل حاجة. بعد كده بيقابل دكتور إيزاو وبيرحب بيه كأن مفيش اي حاجة بينهم، وبيعرفه بنفسه وبيقول له انا أوزاو الرئيس وحدة الطوارئ والعناية المركزة، وهتبدأ إقامتك هنا بكرة مش كده؟ فبيقول ماكيتو في سره الشخص ده بسبب حياتي اتدمرت، وبيكون متعصب. فبيقول لنفسه اهدى، المرة دي مش هسيبه اللي يعمل اللي هو عايزه. فبيرد عليه ماكيتو وبيقول وانا كمان متشوق اشتغل معاك
وبتظاهر ماكيتو إن مفيش أي حاجة بينهم. ولما بيسلم ماكيتو عليه بيحس بألم في إيده، وبيشوف كهرباء، وبيشوف الأعضاء الداخلية والهيكل العظمي لجسم أوزاو كأني بيبص من أشعة إكس راي. وبيقول ماكيتو إيه اللي حصل؟ أنا كأني ببص جوه جسمه وبشوف كل حاجة. فبيسأله أوزاو في حاجة ولا إيه؟ فبيقول ماكيتو لا مفيش حاجة، اعذرني أنا همشي دلوقتي. ولما بيقعد لوحده بيكون مستغرب وبيسأل نفسه إيه سبب اللي حصل؟ يمكن علشان إحساسي في إيد اليمين رجع فجأة فبقيت حاسس بزيادة. بس إيه اللي شفته ده؟ وإيه ممكن يكون؟ وبالصدفة بيسمع صوت زميل وهو بيقول شغل كويس النهاردة يا مدير. وبيشوف ماكيتو أبوه شيندو تاني. ولما بيشوف ماكيتو أبوه بيدمع من كتر الفرحة. وبيقول ماكيتو لنفسه لما فكرت في الموضوع وزاو قال نوبتي الجاية في وحدة الطوارئ والعناية المركزة. وبيبص في تاريخ الموبايل وبيقول يعني احنا في 2011 18/5 الساعة 1:35. وده معناه إن أبوي هيموت خلال 6 شهور والسبب هيكون فشل كلوي حاد. وبيكمل أكيد هيكون في علامة خفيفة وإني لازم أوقف الآفة القتلة دي قبل ما الوقت يفوت. فبيجري ماكيتو بسرعة على أبوه وبيمسك إيده وبيوقفه. فبيسأله أبوه في إيه؟ فبيسأل ماكيتو والده عندك حاجة النهاردة؟ رد عليه أبوه شندو رايح مؤتمر مهم، محتاج حاجة؟ فبيتراجع ماكيتو وبيقول أرجوك سيب كل حاجة واعمل كشف دلوقتي حالا. وبيقول شندو انت بتقول ايه؟ مستحيل، اكيد في حاجة غلط، انا مدعو النهاردة المؤتمر ولسه عندي استشارات بعد لما ارجع، ما عنديش وقت للحاجات دي. فبيقول ماكيتو ده شيء سيء، طيب اعمل ايه دلوقتي؟ فبيشوف ماكيتو جزمة شندو فبيوقف ابوه وبيسأله مش حاسس ان جزمتك ضيقة؟ وبيسأله كمان رحت الحمام النهاردة؟ فبيقول شندو انت بتهزر، بتلعب دور الدكتور ولا ايه؟ انت لسه دكتور مبتدئ. فبيقول ماكيتو بس جاوبني وخلاص. فبيقول ابوه لسه ما رحتش. فبيقول ماكيتو لنفسه انا كنت عارف. فبيقول ابوه ايه ده، انا اتاخرت على المؤتمر لازم امشي دلوقتي حالا. فبيحاول ماكيتو يوقفه وبيمسكه وقتها وبيحصل زي اللي حصل مع اوزاو. وبيشوف ماكيتو الاعضاء الداخليه لجسم ابوه وبيحدد مكان الكليه وبيشوف ايه الامراض والمشاكل اللي فيها. وبيقول شيندو انت بتعمل ايه؟ فبيقول له ماكيتو الاعراض اللي فاتت دي كانت لمسه بسيطه، لسه في تورم في الاطراف واشتباه في قله البول والم في الكليه، الموضوع مش بسيط، دي علامات فشل كلوي. فبيفكر شيندو في كلام ابنه وبيقرر يستنى. وبيقول للسكرتيرة بتاعته كوبو أنا آسف روحي من غيري. وبتستغرب كوبو شخصية ميكيتو وبتقول إيه الشخص ده. وبعد كام ساعة في مستشفى بيعمل شيندو شوية فحوصات وبيتصل الدكتور اللي عمل الفحوصات لشيندو بماكيتو وبيقول له برافو عليك إنك لاحظت الأعراض بالرغم إنها لسه خفيفة، حتى أحسن الأطباء ما بيقدروش يلاحظوها، يبقى فكرني شغلك عندي. فبيقول له ماكيتو لأ أنا كنت قارئ حالة شبهها بالصدفة، المهم دلوقتي عايزك تاخد بالك من والدي علشان ما يفكرش يشتغل هنا تاني ويتعب نفسه. فبيقول الدكتور هتطمن ما يحصلش كده لما ندخله المستشفى. وبالمناسبة بخصوص فحوصات أبوك الأخيرة اللي كان مسؤول عنها هو الدكتور إيزاو، أرجوك بلغه إننا هنا هنهتم بيه. وقتها بيتصدم ماكيتو وبيقول إيزاو هو اللي كان الطبيب المعالج لأبويا؟ وبيفكر ماكيتو وبيقول يعني وفاة أبويا كان سبب إهمال أوزاو، وكان عارف إنه من غير علاج مش هيقدر والدي يعيش. وبعديها قال لي يتخلص منه ويتخلص مني عن طريق إنه لفق لي تهمة وفاة الطفل. وبيكمل وبيقول لما فكرت فيها كل حاجة بقت منطقية وواضحة، أنا لازم أجهز خطة قبل ما أزاوي يعمل أي حاجة تاني. وبعد كده بنروح لكوبو اللي بتتفرج على ماكيتو وبتكون معجبة بيه وبتقول غريب فعلا، تشخيصه كله طلع من ملاحظة إن جزمة كانت ضيقة، الولد ده دكتور موهوب جدا. وبتكمل بس هل فعلا تقدر تكون موهوب لمجرد انك ابن مدير المستشفى؟ ده هيغير نظرة الناس تماما لابن المدير وهيبقى مثير اننا نشوف ده بيحصل. وبعدها بنروح لأوزاو اللي بيتكلم مع الممرض وبيبلغه الممرض اللي حصل وبيقول له المدير شندو في المستشفى وابن الدكتور هو اللي كشف مرضه. وقتها بيفكر أوزاو وبيقول لنفسه كويس يبقى لازم انتقل للخطوة اللي بعدها. وبنروح لأول يوم في الإقامة المتقدمة في وحدة الطوارئ والعناية المركزة وبنشوف الدكتور ريكتشي وهو بيخاطب باقي الدكاترة اللي منهم ماكيتو وبيقول لهم بالرغم من انكم لابسين البلطو الابيض لكن ما تفكروش نفسكم انكم بقيتوا دكاترة، انتوا عندكم هنا مهمة واحدة وهي عدم ازعاجي وان مفيش اي حد فيكم يعطلنا عن شغلي، ولازم تفهموا انكم دكاترة مقيمين بس، ودكتور مقيم يعني دكتور تحت التدريب. وبيقول ماكيتو لنفسه ايه الاسلوب القاسي ده، انا ما كنتش اقدر اتخيله في المستقبل، ولما بفكر في الموضوع
انا اصلا ما كنتش بحب الشخص ده قبل حتى ما الزمن ما يرجع بيا. وبعدها بنروح لغرفة الفحص رقم 1 مع مريضة اسمها اوكاساكي حامل في الاسبوع ال 34. فبيسألها الدكتور ريكيتشي طب ممكن تقولي لي حاسة بايه؟ فبتقول المريضة ايوه حاسة اني سخنة شوية، وقالوا لي اجي قسم الولادة، ورجلي كمان حاسة انها منتفخة. فبيشخصها الدكتور وبيقول ده برد وحاجة بتحصل كتير اثناء الحمل. فبتقول له المريضة حضرتك متأكد؟ فبيقولها الدكتور ايوه خدي بالك من نفسك. وبيستغرب ماكيتو وبيقول لنفسه ازاي شخصها من غير ما يعمل فحوصات او حتى يبص عليها. فبتشكر المريضة وبتمشي. وبيكون ماكيتو موجود مع الدكتور في الأوضة وبيشك في تشخيص الدكتور. فبيقول بالنسبة للمريضة دي دلوقتي هو ينفع نشخصها ببرد وخلاص؟ وقتها بيتعصب الدكتور ريكيتشي. فبيكمل ماكيتو وبيقول مش المفروض نعمل شوية تحاليل على الأقل؟ دي بتقول إن في انتفاخ. فبيقول الدكتور ريكيتشي لنفسه الواد ده بقى مغرور لمجرد إنه ابن المدير. بعد كده بيزعق الدكتور ريكيتشي وبيقول لماكيتو اسمعني كويس، ما تتهورش لمجرد إنك ابن المدير، أنت مجرد دكتور مقيم عامل فيها فاهم، ومن غير أبوك أنت ولا حاجة. وبيكمل وبيقول انت محتاج اكتر من 100 سنة علشان تشك في تشخيصي، انت لسه في اول طريقة. فبيقول ماكيتو لنفسه ازاي ده يبقى دكتور؟ وبيفتكر ماكيتو اخر لحظات من حياته في حياته اللي فاتت، وانه كان بيتمنى يقدر يرجع بالزمن علشان ينقذ الناس ويقدر يساعدهم. فبيبص بيلاقي فايل المريضة قدامه على الترابيزة، وبيبص فيه وبيلاقي انها عندها حمى وسعال وزيادة في معدل التنفس وضربات القلب. فبيقول لنفسه انا كلامي كان صح. فبيجري علشان يدور عليها وبيقول لو ما عالجناهاش بسرعة الموضوع هيبقى كارثي. وبيلاقي ماكيتو المريضة اللي كانت موجودة معاهم قبل شوية. فبيروح لها ماكيتو علشان يطمن عليها ويتأكد من شكوكه. وبيسألها انت من شوية كنت حاسة بايه؟ فبتقول اوكاساكي بعد ما دخلت الحمام حسيت اني احسن شوية، يمكن كنت متوهمة بس. ويلاحظ ماكيتو اثار كدمات على رجليها. فبيسألها هي ايه الكدمات اللي على رجلك دي؟ فبتقول المريضة انا ما اخدتش بالي، هي ممكن تكون ايه؟ يمكن عشان رجلي كانت متورمة. وبيقول ماكيتو لنفسه التهاب في الساق وبقع وردية. فبيطلب منها وبيقول ممكن لحظة اكشف على رجلك تاني؟ فبتتردد المريضة. فبيقول لها ماكيتو من فضلك خليني اتاكد مرة كمان. وبيلمس ماكيتو رجلها، وقتها بتتفعل قدرته الخارقة تاني وبيشوف الانسجة الداخلية لرجلها علشان يوصل للتشخيص الصحيح. وبيقول ماكيتو لنفسه ده هو الظل الاسود اللي كان موجود عند ابويا برضه لما لمسته. وبيكمل وبيقول ده هي الآفة، ظل اسود في مجرى الدم اللي المفروض يبقى معقم، وده معناه ان في احتمال كبير ان الموضوع مش مجرد برد. فبيطلب منها وبيقول لها ممكن تستني في غرفة الانذار شوية. وبتوافق اوكاساكي. وبيفتكر ماكيتو الحالة دي قبل ما يرجع بالزمن. وبيقول ماكيتو لنفسه انا فاكر الاعراض دي وقتها كمان قالوا انها برد وخلاص، بس المريضة والطفل ماتوا هما الاتنين، انا شفت ده بعيني قبل كده، لكن المرة دي انا هنقذهم اكيد. وبيروح ماكيتو لمعمل التحاليل وبيطلب من الدكتور وبيقول له خلونا استخدم المعمل. بيقول له الدكتور اسف ما ينفعش تدخل من غير اذن طبيب المعالج حتى لو كنت ابن المدير. وبيدخل ريكيتشي وهو متعصب وبيقول لماكيتو انت بتعمل ايه؟ فبيقول ماكيتو دكتور ريكيتشي من فضلك اعمل فحوصات عالجه للمريضه اللي كانت موجوده من شويه. وبيوري له التقرير وبيقول انا لاحظت بعبع بنفسجيه على رجلين اوكاساكي، ولما كشفت عليها بنفسي قالت انها حاسه بسخونه وفي حمى واسهال والم شديد في الاطراف وجايه بتوجيه كمان من قسم التوليد. وبيكمل وبيقول وفي التهابات ظهرت في الرجلين، ولازم نبدأ نفكر في احتمالية الإصابة بالبكتيريا السامة لأن ده بينه تعفن الدم. فبيتعصب دكتور ريكيتشي وبيقول أنت مش بس بترد، ده أنت كمان بتعمل تشخيص من دماغك بقى. وبيوري له لائحة القوانين وبيقول له اسمعني كويس، الطبيب المقيم ملوش حق يشخص الحالات بنفسه. بعد كده بيمسكه من هدومه بطريقة مهينة وبيقول له أنت شكلك عايز تبان كراجل ممكن يعمل أي حاجة علشان الستات. وبيكمل وبيقول دلوقتي فهمت انت مين، انت مشهور بين الممرضات اللي بيدوروا على الجواز وبتلعب دور الدكتور وبتعكس الستات كمان. وبيكمل كلامه وبيقول واضح ان الوريث الصغير مش عارف يفرق بين الشغل والهزار. وبيقول له بنبرة سخرية انهي ممرضة بقى كانت احلى. فبيقول ماكيتو لنفسه هو ازاي ده دكتور؟ وبيسيبه وبيمشي الدكتور وبيقول احنا مشغولين جدا وما عندناش وقت للكلام الفاضي ده مجرد تهويل وهستيريا، واحدة حامل وخلاص. فبيقول ماكيتو لنفسه الوقت اتأخر ولازم ألحق الممرضة بسرعة. فبيجري على ريكيتشي وبيمنعه إنه يمشي وبيقول له أنا فاهم كويس أنا بقول إيه، أنت عارف إيه اللي هيحصل لو تشخيصي طلع صح، المرض هيهاجم الدم وجدار الرحم وهيموت الطفل، والمرض ده نسبة الوفيات منه في الحاملات 50% والأجنة 70%. فبيقول الدكتور أنا عارف كده بس غالبا ده مجرد برد.
وبيكمل وبيقول لو عملنا تحليل على كل تفصيلة مش هنخلص شغل أبدا. بيقول ماكيتو بس لازم نعمل كده حتى لو الشك بسيط، لأننا كأطباء ما ينفعش نتهاون في إنقاذ حياة الناس. وأرجوك مش مهم إني طبيب مقيم ولا ابن المدير، المهم لأن في شخص هينهار قدام عينينا وانت كمان دكتور وعارف كده. وبيقول ريكيتشي طيب لو مصر بالشكل ده هسمح لك تعمل اللي عايزه. فبيشكره ماكيتو. فبيقول ريكيتشي استنى بس، انت كده بتتحدى حكمي، انا طبيب المعالج والمشرف، فهل انت مستعد للي ممكن يحصل بعد كده؟ وبيكمل وبيقول لو التحاليل طلعت انها مجرد برد هبلغ عنك فورا وهتهمك بتهمة العصيان المبالغ لرئيسك وللنظام كله، وسواء كنت مقيم او لا مش هيفرق، لان الشكوى دي هتوديك ورا الشمس وهتحطك في القائمة السوداء. طبعا احنا عارفين القائمة السوداء دي اللي هي مش بتخليه يشتغل في الطب تاني. فبيرتبك ماكيتو وبيضطر يوافق وبيفتكر اللي حصل لما اوزاو وقع في نفس الورطة. وبيقول ريكيتش لنفسه يا سلام على طيبتك، انت ما بتقولش غير كلام فاضي وهو هام اطفال، ومفيش حاجة هتغير تشخيصي النهائي، ومهما كانت النتيجة لازم اتأكد اني كنت صح. انا هعلم الواد اللي عايش في وهم الشرف والامانة. وبنفهم من الكلام ان ريكيتشي ممكن يزور في التحليل. وبيقول ريكيتشي هي الست الحامل دي لسه مستنية، غالبا مشيت وانت لسه بتضيع وقت، مؤسف فعلا، هما ازاي بيضحكوا عليك بالسهولة دي؟ فبيقول ماكيتو لنفسه ريكيتشي واضح انه بيخطط لحاجة لكن ما ينفعش اشغل نفسي بيه دلوقتي، لازم اعالج اوكاساكي لان هي الاولوية بالنسبة لي. وبيكمل لو الاعراض بدأت ممكن تدخل في صدمة بسرعة، مفيش وقت خالص. وبينده ماكيتو على اوكاساكي لحد ما بيلاقيها. وبيقول ماكيتو الحمد لله ان لحقناكي، لازم نتحرك بسرعة. وبعد كده بيكمل وبيقول لها انا اسف اني خليتك تستني، لكن فجأة بتقع اوكاساكي من على الكرسي. فبيجري عليها ماكيتو بسرعة وبيقول هي دخلت فعلا في حالة الصدمة. فبيقول لريكسي دكتور هات حد يساعد بسرعة. فبيجري الدكتور وهو مرتبك وخايف وبيقول ماكيتو لنفسه ارجوك خلينا نوصل في الوقت الصح. بنفتكر في الحلقة اللي فاتت لما بطلنا رجع بالزمن علشان ينتقم من اللي دمروا حياته، واكتشف ان عنده قدرة يقدر يعالج بيها كل المرضى ويقدر ينقذ ابوه من الموت. وواجه دكتور ريكيتشي واكتشف مرض خطير عند مريضة اسمها اوكاساكي وقرر ينقذها هي والجنين اللي في بطنها. وبنكمل الاحداث وبينقل الحالة للعناية المركزة وبتكون مؤشراتها الحيوية كلها خطيرة. وبيلوم ماكيتو نفسه على اللي حصل وبيقول علشان اتأخرت الحالة سائت، لكن مفيش وقت للتردد دلوقتي والمرة دي انا لازم انقذها. وبيشوف ريكيتشي الحالة اللي وصلت ليها المريضة وبيكون متوتر وخايف جدا لانه عارف انه السبب، لكن بالرغم من كده بيقول لنفسه اللي حصل مش غلطتي، لان حتى لو حد تاني كشف عليها كان هيقول ان عندها برد وده نفس اللي انا قلته. وبيقول دكتور المعمل نتائج التحاليل ظهرت. فبيشوفها دكتور ريكيتشي وبيلاقي ان كلام ماكيتو كله صح. وبيظهر ماكيتو وبيزعق لريكيتشي علشان يشوف النتيجة التحاليل وبيقول لنفسه انا كنت صح. وبيقول ماكيتو لدكتور التحاليل ممكن اشوف فحص قلب الجنين؟ وبيلاقي خلل في معدل ضربات القلب الجنين وده معناه ان في احتمال كبير لموت الجنين. وبيقول للدكاترة احنا هنعمل عملية قيصرية طارئة استعدوا بسرعة. فبتتردد الدكاترة وبيقولوا له الماكيتو ما ينفعش نمشي على تعليماتك لانك لسه دكتور مقيم يعني مبتدئ قصدهم. وبيقول ماكيتو ايوه صح انا نسيت ان لسه دكتور مبتدئ. وفجأة بتظهر واحدة وبتقول يا جماعة ننفذوا اوامر ماكيتو بالحرف الواحد. فبيقول ماكيتو لنفسه انا فاكرها دي كوبو، والكوبو دي بتبقى دكتورة في وحدة الطوارئ والعناية المركزة، رغم ان مهاراتها زي اوزاو بالظبط لكن ما عمرها ما اهتمت ولا بالترقية ولا بالشهرة. وفي اشاعات بتقول انها مريضة نفسيا وبتحب يشرح جثث البشر. وبيقول ماكيتو لنفسه يا ترى ليه ما كانتش ليا علاقة بيها في حياتي السابقة، وهل كانت بتراقبني لما كنت واقف مع ابويا؟ وبتقول كوبو لماكيتو شكرا على اللي عملته امبارح. وبتكمل دلوقتي نحضر التجهيزات وانا هتحمل المسؤولية. وبتدخل اوضه العنايه المركزه والدكاتره وراها وبيستغرب ماكيتو وبيقول لنفسه هي ساعدتني ليه ويا ترى ايه اللي بتفكر فيه؟ بس التفكير في الموضوع ده مش مهم دلوقتي خالص، المهم هو اننا نلحق المريضه. وبيستعد علشان يدخل اوضه العمليات لكن دكتور ريكيتشي بيوقفه وبيقول له ما تتهورش انت لسه مبتدئ. فبيرد عليه ماكيتو الطبيب المقيم مش مبتدئ وفي مرضى كتير ما يقدروش يختاروا الدكتور اللي هيعالجهم، وعلشان كده علينا ان احنا نركز ونفحص اللي قدامنا بكل دقة ونحاول ننقذه على قد ما نقدر. وبيكمل ماكيتو مفيش فرق بين الدكتور والمقيم في الموقف ده، كونك دكتور هو الشغلانة الوحيدة اللي تقدر فيها تنقذ المرضى. وبيكمل ماكيتو
وبيقول له الدكتور ريكيتشي انت اكيد كان ليك موقف ساعة ما كنت مقيم وكان عندك امل في انك تنقذ الناس. وبيمشي ماكيتو وبيقول انا رايح اساعد في عملية الولادة القيصرية. وبيسيب الدكتور ريكيتشي وهو حاسس بالندم وتأنيب الضمير. وبنشوف ماكيتو وكوبو في اوضة العمليات، وبتدي كوبو ماكيتو الادوات وبتقول له اعمل العملية بنفسك. فبيستغرب ماكيتو وبيقول لنفسه هو ايه هدفها بالظبط؟ مش كوبو كانت بتحب التشريح؟ ليه مش بتعمله بنفسها؟ وبتحذره كوبو وبتقول له لو عملت حاجة غلط هوقفك فورا. فبيقول ماكيتو لنفسه انا ما عنديش خيار غير اني اعملها. واثناء العملية بيفتكر ذكريات حياته اللي فاتت وبيقول انا عارف كويس اللي خسرته قبل كده في حياتي اللي فاتت، وهي ابويا والمستشفى دي وحياة ناس كتير، والمهمة دي مش سهلة خالص وفي تحديات كتير جاية في السكة، بس انا لازم اواجه ده كله، وعلشان اوصل لهدفي محتاج ان حد يساعدني. فبيقول ماكيتو الكوبو لو نجحت وخلصت العملية هتوافقي تكوني في فريق معايا؟ فبتستغرب كوبو وبعد كده بتضحك وبتقول له ايه ده انت ناوي تحارب وحش ولا ايه؟ وبتكمل انا شايفة ان المكان ده بالنسبة ليك دلوقتي عامل زي زنزانة مليانة اعداء. فبيفتكر ماكيتو اعدائه ولحظة لما كان مرمي على الارض وسايح في دمه وبيقول فعلا ما اقدرش اخسر تاني، انا لازم اغير كل حاجة. وبتقول كوبو يبقى كده انت عايز تبقى بطل وانا هساعدك. فبيقول لها ماكيتو لازم نتعاون علشان نخلص من الفاسدين في المستشفى، فارجوكي ساعديني. وبتظهر شاشة النظام وعليها مهمة، والمهمة دي بتكون انقاذ المريضة والجنين. وبيبدأ ماكيتو العملية وبيعمل فتحة عمودية في بطن المريضة وبياخد مقص من كوبو وبيشيل الأغشية. بعد كده بيقطع الأنسجة وأخيرا بيقدر يشيل الرحم ويفتحه. وفي الوقت ده بيشوف الدكاترة التانيين الشغل بتاع ماكيتو وبيكونوا مبهورين جدا من مهارة ماكيتو، وبيقولوا هو ازاي الدكتور ده يبقى ماهر بالطريقة دي؟ ده بيعمل العملية كأنه عملها قبل كده، بالرغم من ان دي اول مرة ليه يعمل العملية. وبيفتح ماكيتو الرحم وبيدخل ايده وبيقول ماكيتو للطفل حاول تساعدني علشان تخرج بالكامل. وبيسحب ماكيتو الطفل واحدة واحدة لحد ما بيخرجه بالكامل. بس بيقول ماكيتو لنفسه اول ما بيشوف الطفل ده مش بيتحرك وفي انقطاع في التنفس وضعف في حركة العضلات وكمان لون جلده ازرق. وبيقول لنفسه انا زي ما توقعت الجنين في حالة اختناق. فبتقول دكتور كوبو خليك هادي وحطه على ظهره وافتح مجرى التنفس وبعديها اضربه على بطن رجليه. وبينفذ ماكيتو كلامها وهو متوتر وخايف جدا لحد ما اخيرا الطفل بيعيط، وده معناه ان العملية نجحت وبيفرح كل الدكاترة. فبتقول كوبو مفيش وقت للراحة، ايه الخطوة اللي بعد كده؟ فبيقول ماكيتو احنا لازم ندخل الام على العناية المركزة ونبدأ نعالجها بالمضادات الحيوية وكمان نحط الطفل على جهاز التنفس وتنظيم ضربات القلب. وبتقول كوبو لنفسها الموضوع شكله ممتع جدا، وبتكمل انا هنفذ المهمات الصغيرة دي بس يا ترى هتعرف تكمل يا ماكيتو ولا لا؟ وبنروح لممرضة بتحكي للدكتور اللي حصل وبيقول الدكتور إزاو معقولة ست حامل كانت مصابة ببكتيريا؟ فبتقول الممرضة أيوة بس الأم والطفل بيتحسنوا مع الوقت. وبيشوف أوزاو المريضة في العناية المركزة وبتقول الممرضة إن دكتور شيندو وفر العلاج المناسب في الوقت الصح. فبيقول لها أوزاو مش المدير شيندو موجود في المستشفى؟ فبتقول له الممرضة لا مش المدير اللي عمل كده، ده ابنه. فبيتفاجئ أوزاو وبيقول ابنه ازاي؟ مش ده لسه مقيم تقريبا؟ فبتقول الممرضة ايوه دي الحقيقة، لكن كان صعب انه حد يصدق انه يقدر يتصرف بالمهارة دي وهو لسه جديد. وبالمقارنة دكتور ريكيتشي ما عملش اي حاجة خالص. وبيشوف اوزاو ملف الممرضة وبيقول لنفسه فعلا توقيت مثالي وعلاج جه في الوقت بالظبط، معقولة دكتور جديد لسه متعين هو اللي عمل كده؟ وبيكمل وبيقول حتى لو كان ابن المدير اللي عمله ده شبه مستحيل، يا ترى ايه حكاية الشخص ده؟ وبعد 3 أسابيع بيروح ماكيتو علشان يطمن على المريضة وعلى الطفل. وبتقول له اوكاساكي لو ما كنتش حضرتك موجود يا دكتور مش عارفة انا والطفل كان ايه اللي هيحصل لنا، شكرا ليك. فبيقول ماكيتو ولا يهمك انا ممتن انكم بخير. وبيقول ماكيتو للطفل الحمد لله انك بخير. وبتقول اوكاساكي ده صحي من النوم شكله عايز يشكرك يا دكتور. وبتكلم الطفل وبتقول له بص يا هاروكا ده الدكتور اللي انقذك. وبيمسك ماكيتو الطفل وهو في منتهى السعادة وبيقول إحساس عمري ما حسيته في حياتي اللي فاتت، وأخيرا أنقذت الناس زي ما كنت بتمنى. وبعدها بنروح لمكان تاني في المستشفى وفي واحد بيقول يعني انت جيت تعتذر بخجل علشان ما قدرتش تعمل حاجة؟ وبنشوف ريكيتشي وهو نايم على الأرض وبيقول أنا آسف. فبيقول دكتور
انت فاهم دورك كويس. فبيرد عليه ريكيتشي ايوه طبعا دوري ان انا اجبر ماكيتو على الاستقالة. وبنكتشف ان الدكتور اللي كان بيتكلم هو اوزاو، وبيقول اوزاو صح كده، لاننا لو فضلنا سايبين المستشفى في ايد عيلة شندو عمرنا ما هنستفيد منها، ولحد دلوقتي انت فشلت انك تستغل الفرصة وتسحقه، وكمان اديته انجاز يفتخر بيه. وبيكمل سمعت عن القوامة السوداء، وبيمسك اوزاو كارنيه بتاع ريكيتشي وبيقول القوامة دي اللي بيتحط فيها الدكاترة الفاشلين اللي ما ينفعوش بأي شكل. وبياخد اوزاو الكارنيه بتاعه، فبيقول ريكيتشي استنى أرجوك أي حاجة إلا ده، وبيحاول ريكيتشي يترجاه علشان يرحمه، لكن اوزاو بيقطع الكارنيه بالمقص وبيقول من النهارده انت كمان على القائمة دي. وبيقول اوزاو بكل سخرية يا ترى يا دكتور ريكيتشي هتعمل ايه لو ما اشتغلتش دكتور؟ صح انت اصلا خلاص ما عدتش دكتور. وبيطلع اوزاو بره وبيشوف ماكيتو واقف مع المرضى، وبيقول لنفسه هو انت بقى المقيم الموهوب، انا منتظر اشوف مستواك. وبنروح تاني للمستشفى مع مريض، وفي ممرضة بتكلم دكتور ماكيتو وبتقول من فضلك يا دكتور ماكيتو ادينا التعليمات. فبيقول ماكيتو اول حاجة اديله مضاد حيوي عن طريق الوريد. فبتسأله اوزوما متأكد من القرار ده؟ فبيتردد وبيتوتر ماكيتو في قراره، فبيمسك موبايله وبيقول طيب خليني اسأل دكتور اقدم مني الاول. فبتمسك ايده اوزاو وبتقول ازاي مش عارف تاخد قرارات لوحدك من غير ما تسأل حد وبتسمي نفسك دكتور؟ مش حاسس بالخجل؟ فبيتوتر ماكيتو بيقول انا اسف. وفجأة بيصحى من النوم مخضوض وبيقول ده كان حلم عن حياتي اللي فاتت، انا خلاص انتهت الحياة دي ودلوقتي لازم ارجع للشغل بسرعة. وبيشوف اوزوما جنبه فبيتخض وبيترمي على الارض. فبتقول اوزوما لما تخلص شغلك عايزاك في كلمتين. وبعد ما بيخلصوا الشغل بيروحوا هما الاتنين لمكان يتكلموا فيه، واوزوما بتكون رئيس قسم الطوارئ والعناية المركزة في المستشفى، وبتكون ماهرة جدا بس صارمة، وخصوصا مع الطلبة الجداد والمقيمين اللي زي بطلنا. وبيفتكر ماكيتو ذكرياته عن حياته اللي فاتت اللي كان بيشتغل فيها معاها، وبيقول لنفسه شكلي هتعرض للتوبيخ في الحياة دي كمان. وبيوصلوا هما الاتنين للمطعم وبيطلبوا أكل وشرب. وبعد ما بتشرب أزومة العصير بتقول خلينا ندخل في الموضوع على طول، دلوقتي بعد ما المدير المستشفى وقع هتبدأ الناس توقعك انت كمان. فبيستغرب ماكيتو وبيقول لنفسه ازاي رئيسة التمريض أزومة كانت عارفة باللي بيحصل. وبتكمل أزومة وزاو نادرا لما بيتحرك بنفسه زي ما انت عارف لأنه عنده ناس كتير والحسالة بيتخلص منهم بسهولة زي ما عمل مع ريكيتشي من كام يوم. فبيقول لها ماكيتو أنا فاهم كويس هو بيعمل إيه، وبتوري له أزومة صورة واحد على الموبايل وبتقول في ممرضة عندي في القسم بقالها 3 سنين شغالة اسمها ريري، والبنت دي واقعة تحت تأثير أوزاو وممكن تحاول تأذيك فخد بالك. فبيقول لها ماكيتو أنا لازم أفتكر اسم الممرضة ده كويس وأخد بالي منها، بس ليه بتقولي لي الكلام ده؟ فبتفتكر أوزوما أوكاساكي وبتقول لنفسها بعد ما شفت أوكاساكي اللي جت علشان تستشيرنا كنت فاكرة إنه مجرد دور برد، بس الحقيقة لو الأم والطفل ماتوا أنا واثقة إن ما كنتش هسامح نفسي طول عمري. الموضوع ما كانش عن المرضى بس في اليوم ده ماكيتو أنقذنا أنا كمان. يعني هو قصدها يعني هي بتحس بتأنيب الضمير فماكيتو أنقذها من إنها تندم على اللي عملته. وبترفض أوزوما تقول السبب الحقيقي لماكيتو، فبتقول له أنا مش طايقة وش أوزاو. فبيقول ماكيتو بس التعامل مع ممرضة خبرة 3 سنين أكيد صعب، أنا مش عارف أواكب كلام الشباب، مش عارف أتعامل مع واحدة زي دي إزاي وبخبرتها. وهنا ماكيتو نسي إن محدش يعرف حاجة عن اللي حصل له وإنه رجع بالزمن تاني. فبتقول له أوزوما إيه قصدك أنت مش أكبر منهم بكتير، شكلك بجد زي عجوز بيشتكي من كل حاجة. وبيتوتر ماكيتو وبيقعد يضحك وبيشرب من كاس بتاعه علشان يداري على اللي عمله وبيقول طبعا لأ. وبيقول في باله شكلي قللت من حذري من غير ما أحس. وبتقول أوزوما حتى طريقتك في الشرب زي العواجيز بالظبط. وبيقول ماكيتو لنفسه مش هينفع أقول لها إني عشت 40 سنة في حياتي اللي فاتت. فبيقول لها ماكيتو يلا بينا يا أنسة أوزوما نخلص الأكل عشان نروح. فبتقول له أوزوما لا أنا هفضل معاك. وبعد كام يوم بنشوف حادثة على الطريق وفي واحد كبير في السن وطفل صغير في عربية والاتنين مصابين، وبنشوف واحد بيطلع بره العربية وبيتصل بسرعة بالإسعاف وبتيجي عربية الإسعاف وبتاخد المصابين، وفي المستشفى بتكون حالتهم خطيرة وبيعرف ماكيتو إن في مشكلة وبيسأل هل الوضع خطير؟ فبتقول له الممرضة في حادثة حصلت وعربيتين خبطوا في بعض ولسه جايبين ولد دلوقتي حالا، في راجل في الخمسينات جاي كمان. وبيفكر ماكيتو في الحادثة دي بعد ما بيعرف إنهم وصلوا
وبيقول في باله مستحيل يكون هو، وبيشوف الولد الصغير وبيتعرف عليه وبيكون اسمه شيون. ووقتها افتكر ماكيتو الذكرى اللي في حياته اللي فاتت، وبيفتكر الجرايد وقتها قالت عنه ايه، وبيقول ايوه النهارده اليوم اللي خلاني اقع، والنهارده يوم الحادثه واللي خلى الجرايد تتكلم عني بشكل وحش وقالت ان انا السبب في موت الطفل. وبتكون ريري بتراقب ماكيتو وبتظهر شاشة النظام وعليه مهمة جديدة، والمهمة هي إنقاذ شين وتغيير مصيره. وبتوصل أخبار الحادثة للإعلام وبنشوف صور من الحادثة في التلفزيون، وبيقول المذيع خبر عاجل حوالي الساعة 1 ظهرا حصل تصادم بين عربيتين وتم نقل 3 أشخاص للمستشفى ومنهم طفل عنده 10 سنين. ويقول البعض أن في شخص منهم عضو في الكونجرس من الحزب الحاكم. وبنرجع تاني للمستشفى وبيكون الطفل على جهاز تنفس اصطناعي وماكيتو بيحاول ينقذه، وبيقول للدكاترة والممرضين لو سمحتوا ابعتوا ناس زيادة هنا. فبيظهر الدكتور اسمه كوسيكا وبيتعامل مع الموقف بكل برود وما بيديش أي اهتمام لكلام ماكيتو، وشايف إنه بيكبر الموضوع، وعلشان كده بيقول ما ينفعش نعتمد على خريجين من جامعات ضعيفة. وهنا طبعا بيلقح على ماكيتو وبيوجه كلامه لماكيتو وبيقول انت بتقول ايه؟ الحالة دي واضحة، الراجل رقبته مكسورة. وبيقوله هو بيمشي لو مستعجل قوي اعملها بنفسك، المريض ده محتاج العلاج ووقت علشان يخف. فبيتصدم ماكيتو من اللي بيحصل معه وبيقول ده فعلا اللي حصل في حياتي اللي فاتت، وبيفتكر كلام الناس اللي قالوه في حياته اللي فاتت لما الحادثة دي حصلت واتهموه هو فيها. ووقتها الناس قالت الطفل اللي جاي من الحادثة مات بسبب ان ماكيتو المقيم اختار يعالج عضو الكونجرس الاول. وكانوا بيقولوا كمان كالعادة الدكتور مهتم بالفلوس والسلطة عن حياة الناس، ولكن ماكيتو كان بيحاول يبرئ نفسه وقتها من اللي بيقولوه وبيحاول يفهمهم ان ده كله كذب وغلط. وبيروح كوسيكا لأوزاو وبيقول له هو اللي احنا عملناه ده كفاية عشان نطرده ونخلص من الواد ده ومن قرفه. فبيقول له أوزاو ان الخطة ماشية زي ما رتبنا لها. وطبعا بيكون ماكيتو لوحده وحاسس بالضغط والتوتر الشديد وبيقول ذكريات الحياة الماضية بتمر على بالي غصب عني وبتطاردني. وبيشوف ماكيتو الطفل وبيقول الولد ده حالته صعبة وجلده أزرق وبيعرق ونفسه ضعيف جدا. وبيلاحظ ماكيتو الألم والدموع على وش الطفل، فبيقرر انه هيساعده مهما حصل ومش هيسمح ان الطفل ده يموت تاني قدام عينيه. وبيستعد علشان يفحص المريض بقدرته الخارقة، وفجأة بيلاقي ايده بتنور وبيحس بحاجة غريبة في ايده، فبيقول ايدي بدأت تتحرك تاني علشان دي لحظة لازم اتصرف فيها. وبيلمس الطفل وبيشوف انسجته الداخلية وبيكتشف ان في ضلع مكسور داخل في الرئة، وده خلى الهواء يتسرب من الرئة لجوف الصدر ويضغط على الرئة والاوعية الدموية. فبيقول ماكيتو للممرضات لازم نفرغ الهواء ده فورا ونراقب الحالة ولازم ننادي على باقي الدكاترة بسرعة. فبتقول الممرضة ان كل الطاقم اتجه لغرفة العلاج. فبيقول ماكيتو لنفسه غريبة ده كله من تخطيط أوزاو اكيد. فبيسألها ماكيتو هو مين اللي بيستعمل غرفة العلاج دلوقتي؟ فبتقول الممرضة اللي في الغرفة هو دكتور كوسيكا، وقال ان الحالة دي عنده اخطر ومش ممكن يستغنى عن اي حد بسبب انه المصاب هو عضو بارز في الكونجرس. وبنشوف كوسيكا في اوضه العلاج ولما الدكاتره والممرضين حواليه، وكوسيكا ده بيكون دكتور مستواه متوسط. وبيقول ماكيتو لنفسه وهو بيفتكر كوسيكا ده بالظبط اسلوب اوزاو، وبيفتكر ماكيتو لما طردوه من المستشفى بسبب الحادث. وبيقول لنفسه الحادث ده بالتحديد كان اهم حادث مر على المستشفى دي باكملها، ولو ضيعنا الوقت الطفل هيموت، ولو مات هتطرد تاني وارجع لنقطة الصفر ولا هغير اي حاجة تانية في حياتي. وبتقول الممرضة لماكيتو لازم نفتح مجرى التنفس، بس هل نقدر نركب له انبوبة التنفس؟ فبيقول ماكيتو للممرضة ما نقدرش لان ده هيخلي الحالة اسوأ. وبيشجع ماكيتو نفسه وبيقول انا مش هسمح لاتباع اوزاو يضحكوا عليا حتى لو طاقم الدكاترة ناقصين، لازم انقذ الطفل ده قبل ما الوقت يخلص. فبيقول ماكيتو للممرضة انا هعمل العملية وبعدها هركب انبوب الصرف، حضري كل حاجة بسرعة. معلش يا جدعان بس عشان تبقى فاهمين حاجة بسيطة، انبوب الصرف ده اللي هو بيشيل بقى المشاكل والحاجات الوحشة اللي دخلت الجسم اللي هي الصديد وإزالة الدم والسوائل المتراكمة بالجسم كله، عشان دي بتبقى خطر على المريض. فبيقول طاقم التمريض انت دكتور مقيم ولسه مبتدئ، هو انت متأكد من اللي انت هتعمله ده؟ وفجأة بتظهر ريري وبتقول العملية دي خطيرة جدا ولو عملت حاجة غلط ممكن الطفل يموت، احنا لازم نستنى دكتور تاني يجي. وطبعا هي بتعمل كده علشان تعطله والطفل يموت ويحصل فيه زي اللي حصل في حياته اللي فاتت. وبيتعرف عليها ماكيتو وبيقول دي البنت اللي حذرتني منها أوزوما، ايه اللي جابها دلوقتي؟ هي ناقصة. وبتكمل ريري اكيد ماكيتو هيفشل في العملية دي، ولو ده حصل المريض هيموت اللي هو الطفل والمستشفى هتدخل في قضية
وساعتها هتتبهدل وهتتورط في مشاكل كتيرة، والممرضات هم اللي هيتعاملوا مع الردود العنيفة من المرضى. وبتكمل: انت مجرد مقيم ولسه مبتدئ، ما تحاولش تعمل حاجة مش ضرورية. فبيقولها ماكيتو: بس ما ينفعش نستنى اكتر من كده، لان من غير علاج ممكن الطفل يموت. فبتقول ريري: الدكتور لسه صغير وبيتصرف بكبرياء، ازاي نسيبه ياخد قرار؟ احنا المفروض نسيب الموضوع لدكتور اكبر. فبيقول لها ماكيتو: لو عندك اعتراض انا هعملها حتى لو كنت وحدي. فبتقول ريري: ما ينفعش دكتور مبتدئ زيك يعمل عملية دي لوحده. بس فجأة الممرضين من وراها بيقولوا: احنا هنساعدك يا دكتور ماكيتو. فبتتفاجئ ريري من رد فعل زمايلها وبيشكروا ماكيتو وبيقول: الوقت بيجري، يلا بسرعة علشان نعمل العملية. والكل بيتحرك وريري مصدومة ان خطتها فشلت. وبتقول ريري وهي ماشية: لا، انا مش هسمح له انه يعمل حاجة من نفسه، انا وعدت دكتور ايزاو. وبتفتكر علاقتها بايزاو لما كانوا مع بعض، وبنرجع للماضي وبنعرف اللي بينهم. وبيقول ايزاو لريري: لو ماكيتو حاول يعمل حاجة غريبة وقفيه فورا، انت فاهمة قصدي؟ وبتوافق ريري على كلامه. وبنرجع تاني للحاضر، وبيكون ماكيتو في اوضه العمليات وبيتكلم في التليفون ومعاه الطفل والممرضين اللي هيساعدوه. والممرض بيقول لماكيتو: دكتور ماكيتو، كل حاجه جاهزه للعمليه. فبيسيب ماكيتو التليفون وبيجهز وبيقول لهم: تمام، يلا بينا نبدا. وبنشوف حد بيمشي وبيلتفت ماكيتو جنبه، وفجاه بيضربوا شخص غريب. تحمل الممرضه الطفل، والممرض بيحاول يلحق الوضع وبيزعق الراجل ده وبيقول: انت ناوي تخرج من جسم ابني؟ انت مجرد طبيب مقيم، هات دكتور متخصص فورا. وبيمسك الممرض الراجل علشان يحوشه عن ماكيتو. وبنعرف هنا انه والد شيون اللي هو الطفل. وبيكمل الراجل: انت هتضيع حياة ابني اللي انقذتها بالعافية لما اتصلت بالاسعاف، انا مش هسمح لحد يلمس ابني غير دكتور متخصص وفاهم. وبنشوف ريري بتتفرج على اللي بيحصل، وبيعرف ماكيتو ان هي اللي سمحت له يدخل علشان يمنعه يعمل العملية، وخوفته ان دكتور مبتدئ زي ماكيتو هيموت ابنه. وبيقول ماكيتو لنفسه: الوقت بيعدي والشيون بينهار. وبيزعق والد شيون وهو منفعل: انت بتهزر، ازاي هتعمل عمليه لابني؟ شيون مش فار تجارب لهوا زيك. وبيقول ماكيتو لنفسه: ريري كانت قصدها تدخله. وبتكون ريري واقفه وشايفه اللي بيحصل، وبتقول لنفسها: الوقت مهم علشان يعمل العمليه ومفيش مجال ان حد يتدخل، والا كل حاجه هتفشل. وحتى لو اقنع والد شيون، لو العمليه فشلت ماكيتو هيتحمل المسؤوليه، وده هو اللي عايزه اوزاو. وبيقول ماكيتو لنفسه وهو متوتر: الوقت بيخلص والوقت بيزداد صعوبة، لأن بمجرد ما تبدأ العملية لعضو الكونجرس كل الدكاترة والتمريض هيتحولوا هناك، ومفيش حد هيفضل معايا. وأكيد كوساكا هو اللي كان مرتب كل حاجة من الأول. حتى لو أنقذنا الولد بالعملية ممكن تحصل له مضاعفات تانية، ما ينفعش نفضل واقفين مستنيين، الولد حياته في خطر. فبيقول ماكيتو للأب: من فضلك اخرج بره. فبيتعصب الأب وبيمسك في ماكيتو بكل غضب وبيقول: اخرج بره، انت لو فشلت وابني مات هتتحمل المسؤوليه. ووقتها الاب بيبدا يتراجع، وبيكمل ماكيتو: بقاء شيون دلوقتي بيعتمد على سرعه التصرف مش على الالقاب، انا مش فارق معايا الالقاب، اللي فارق معايا هو انقاذ ابنك. وبيفتكر الاب ابنه وبيقول لماكيتو: ينفع اثق فيك؟ فبيطمنه ماكيتو، فبيسيبوا الاب وبيمشي وهو بيقول: احسن لك تاخد بالك وانت شغال. فبتتصدم ريري من اللي بيحصل وبتقول لنفسها: ايه اللي حصل؟ هو مش المفروض الولد ده يبقى مجرد ابن غني ملوش لازمة؟ وبيستعد ماكيتو للعملية وبيحدد مكانها، وبيقول ماكيتو لنفسه: دلوقتي جه وقت التنفيذ. وبيستعمل القدرة الخارقة وبيشوف الجهاز التنفسي للطفل وبيلاقي ان فيه ضلوع كتيرة مكسورة. وبيكون ماكيتو ناوي يعمل ثقب في صدر الطفل علشان يفرغ الهواء الموجود في القفص الصدري، وبيقول لنفسه: لازم الاقي المكان المثالي للثقب. وبعد ما بيدور بيقول المكان المثالي للثقب هو بين الضلع الاول والتاني تحت الترقوه بالظبط. الترقوه دي عظمه يعني فوق، تمام، فوق القفص الصدري. وبيكمل: لازم وانا شغال اتجنب الاعصاب والاوعيه الدمويه اللي تحت الضلع، واخلي الابره تخترق بشكل عمودي على الغشاء الرئه. وبيغرز ماكيتو الابره في المكان المحدد، والابره عدت غشاء الرئه وبيثبت فتحه في صدر الطفل. والممرضين بيتفرجوا عليه وهم منبهرين وبيقولوا: الحمد لله، تنفسه رجع تاني والعمليه نجحت. وريري بتكون واقفه وبتقول لنفسها: حتى لو كان الموضوع ماشي بالحظ لحد دلوقتي، الخطوه الجايه مش هتكون سهله خالص عليه. فبيقول ماكيتو لنفسه: دلوقتي لازم اركب انبوب الصرف، ودي اصعب خطوه يعني، ودي طريقه بنعملها يعني في الطب علشان ايه؟ نسحب السوائل والتجمعات اللي بتبقى في الصدر علشان نقدر نرجع يعني الرئه للتنفس الطبيعي تاني.
دي معلومة طبية يعني. وبيكمل ماكيتو علشان نبدأ لازم أحط الأنبوب الصرف تحت الضلع الرابع. وبيفتح ماكيتو شقة جلدي بطول 2 سنتيمتر وبيوسع الفتحة باستخدام المقص. وبعدها بيمسك الملقاط وبيشيل الأنسجة اللي بين الضلوع علشان يفتح مسار نثبت فيه أنبوب الصرف. وريري طبعا بتكون مصدومة من نجاح ماكيتو في العملية لغاية دلوقتي وبتقول إيه ده مستحيل، اللي بيعمله ده مش طبيعي، اللي طبيب مقيم زيه ومبتدئ، دي حركة بتاخد سنين من الخبرة. لو زاوية المشرط بس اتحركت شوية غلط ده كان ممكن يعمل انتفاخ تحت الجلد ويخلي الهواء يتراكم جوه الأنسجة ويخليها تتورم ويضيع المريض ويموت. اللي قدامنا ده مش مجرد مقيم، ده أكيد مش اللي اتفقنا عليه أنا والدكتور إيزاو. وبنشوف حالة الرئة بتاعت صدر المريض وبيقول ماكيتو لنفسه وهو شغال في الصدر الهواء بيتراكم فوق عند قمة تجويف الرئة. وبنشوف جهاز التصريف وبيكمل ماكيتو وعلشان كده دخلت أنبوب التصريف لفوق ناحية قمة الرئة. وفجأة بتنده الممرضة على ماكيتو وهي خايفة وبتقول يا دكتور عندنا مشكلة، الطفل بينزف دم كتير والنزيف مش بيقف، وكمية الدم اللي نزلت كانت أكتر من 500 ملي، واللي بيحصل ده اسمه نزيف دموي حاد، والموقف بيخرج عن السيطرة والوضع بيزداد سوء. فبيقول ماكيتو لنفسه احنا محتاجين نوقف النزيف فورا ولازم ننقل دم في أسرع وقت ممكن، وكمان محتاجين نجهز عملية جراحية طارئة. فبيتصل ماكيتو والممرض بالطوارئ علشان يجهزوا طاقم طبي للعملية. لكن بيبقى في مشكلة كبيرة لأن الإدارة بترد على ماكيتو وبتقول له كوسكا موجود هنا وعملية عضو الكونجرس هتبدأ كمان 5 دقايق. وبيقول الممرض لماكيتو يا دكتور الطاقم كله مشغول، كلهم بيشاركوا في عملية عضو الكونجرس. وممرضة تانية بتقول ازاي ده يحصل دلوقتي، مستحيل نعمل العملية الجراحية دي، احنا بس 3 أشخاص. فبيقول ماكيتو لنفسه وهو حزين مع الأسف ملحقناش في الوقت المناسب، وبيفتكر ذكريات حياته اللي فاتت وبيقول في اللحظات زي دي بتبدأ حياتي اللي فاتت تعدي قدامي وببدأ أشك في نفسي، هل غلطت تاني؟ هل أنا السبب في ده كله تاني؟ بس فجأة بيشوف 2 جايين ناحيته وبيقولوا لماكيتو انت عندك جرأة مش طبيعية وبتخلينا نعمل المهمات الصعبة. وبيشوف ماكيتو والممرضين وهم متفاجئين وبيلاقوا ان ال2 دول هم رئيسة التمريض أوزوما والدكتور كوبو. الدنيا هتقلب جمدان دلوقتي. وبتقول كوبو بضحكة انا لسه في اجازتي وبرضه جاي تستدعيني، واضح انك بقيت جريء قوي يا ماكيتو. وبيعرف ماكيتو ان الاخبار وصلت لهم وجايين يساعدوه وبيكون مبسوط جدا. فبتزعق أزوما في التمريض علشان يتحركوا وبتقول انتوا واقفين بتتفرجوا على ايه، اتحركوا. فبيرد عليهم الطاقم حاضر. وبتقول أزوما لماكيتو حتى انا كنت متوقعه انك هتطلب مساعده الدكتوره كوبو، انت نوعك ايه، انت مستحيل تكون دكتور مقيم. وبتقول كوبو بكل ثقه دلوقتي بقى بعد ما وصلت لحد هنا مش هنطول، هنخلص الموضوع بسرعه ماشي. فبيقول لها ماكيتو اكيد طبعا. وبتبدا العمليه التانية وبيقول ماكيتو لنفسه في ناس كتير فعلا مؤمنه بيا. وبيحدد ماكيتو خطوات العمليه وبيقول دلوقتي اول خطوه نبدا نوقف النزيف خصوصا لو في نزيف شديد في الصدر. وبيكمل قبل اي حاجه انا لازم اؤمن بنفسي كويس، انا لازم انقذ الطفل ده مهما حصل. وبنشوف ماكيتو في اوضه العمليات وبيقول لنفسه يلا نبدا العمليه علشان نوقف النزيف. وبالفعل بنشوف الدكاتره بتشتغل وبيعملوا ثقب في صدر الطفل شيون، والعمليه دي بتستعمل بمنظار علشان توقف النزيف الداخلي. وطبعا بنعمل فتحه صغيره علشان ندخل منها المنظار، ولكن طبعا علشان شيون المريض فقد دم كتير الرؤيه بالنسبه لهم كانت معدومه وما قدروش يحددوا مكان النزيف فين. وفي الحالة دي قرروا يفتحوا صدر المريض علشان يوصلوا لمكان الإصابة. وبتقول كوبو الموضوع داخل على مرحلة صعبة جدا، وبتسأل كوبو ماكيتو نفتح صدره ولا نكمل زي ما احنا. فبيرفض ماكيتو بيقول لطفل صغير زي شون فتح الصدر هيسبب مشاكل كبيرة عليه بعد العملية، احنا هنكمل بنفس الطريقة من غير ما نفتح صدره. وده طبعا بيبقى صعب جدا ان انت تكتشف مكان الإصابة وهو بينزف. وبيستعمل ماكيتو قدرته الخارقة علشان يحدد مكان النزيف الداخلي وبيشوف الرئة، وبفضل قوته قدر يشوف كل حاجة حتى من غير ما يفتح صدر الطفل. وبالفعل بينجح في تحديد مكان النزيف وبيوقف النزيف من غير ما يضطر يشيل جزء من رئته. وبيقول ماكيتو لزمايله العملية نجحت وقدرنا نوقف النزيف تماما. وبعد كام ساعة بيبدأ شون يفوق من العملية والدكاترة بيخرجوا من أوضة العمليات. وبتقول كوبو لماكيتو أنا هروح دلوقتي. فبيقول لها ماكيتو شكرا ليك على مساعدتك. فبتقول له كوبو بس ما تطمنش لسه المهمة ما خلصتش مدام أوزوما موجود. وبيفكر ماكيتو في كلامها وبيقلق، وبيشوف ماكيتو والد شيون جاي ناحيته وبيفكره الأب بكلامه وبيقول له انت قلت انك هتتحمل اي عقاب لو حصل حاجة لابني، بس دلوقتي بالرغم انك انقذت ابني انت فعلا خرمت جسمه من غير اي اذى، يعني بالنسبة لي
دي محاولة لقتله، وهرفع عليك قضية اعتداء، ومن عارف يمكن الموضوع يتفضح في الجرايد، وده هو جزاء انك خالفت وعدك معايا. يعني مش عارف هو يعني بجد كان يسيب ابنك يموت احسن من اللي هو فيه ده كله. فبيقول ماكيتو للاب انا ما كنتش السبب ان شيون يتصاب، انت اللي كنت السبب. فبيخاف وبيتوتر الاب وبيقول لماكيتو ايه انت بتقول ايه. وبنشوف اللي حصل وقت الحادثه لما كان الاب وشيون مع بعض. وبيكمل ماكيتو انت اللي كنت سايق بالليل ومتاخر والولد جنبك من غير حزام امان، وشيون ما كانش عنده اي اصابات، ضغط في صدره وتوزيع الكسور والكدمات بيأكد ده، وده معناه انك ما كنتش مركبه في وضع صح ولا رابط له حزام الامان. والعلامات اللي على جسم ابنك وجسمك موضحه كلامي جدا. وبيكمل ماكيتو للاب انت شايف الصفرة اللي في عينك ده من تأثير الكحول وكمية العرق دي ومعدل ضربات القلب، كل دي علامات لالتهاب الكبد بسبب الكحول. وكمان اعمل تحليل علشان تتأكد من كلامي. بس في سؤال واحد حابب اسأله، انت ما شربتش النهارده صح؟ فبيتوتر الاب وما بيعرفش يتكلم. فبيقول له ماكيتو مش لازم ترد، الشرطة واقفة بره تقدر تشرح ليهم كل حاجة براحتك. فبينهار الاب بسبب المصيبة اللي وقع فيها. وبيقول له ماكيتو مستقبل شين كله كان في ايدك قبل ما تتحول لوحش حقيقي، وانت جاي كمان تطلب العلاج دلوقتي وتحاسبني بعد اللي عملته ده كله. وبعد كام يوم بيحكي ماكيتو انا سمعت الحقيقة من الممرضات، العربية اللي كان فيها عضو الكونجرس تودو عدت الإشارة الحمراء وخبطت في التقاطع ودخلت في عربية شيون وأهله من الجنب. وبيكمل ماكيتو بس من الرغم من كده اللي اتهموه بالقيادة المتهورة تحت تأثير الكحول كان الأب، والشرطة قبضت عليه بس علشان برضه هو اتصاب ومش هو السبب في الحادثة. العقوبة لسه بتتراجع بعناية. وبنشوف ولد شون والشرطة بتحقق معاه. وبعد كام يوم في الشارع بيكون ماكيتو موجود في مكتبه وبيشوف ركن جرايد ومجلات، فبيفتكر ذكرياته من حياته اللي فاتت وبيقول لنفسه في حياتي اللي فاتت الحادثة اللي حصلت لي أنا وشيون والمقالة دي كانت السبب في كل حاجة. وبيفتكر المقالة اللي اتكلمت على الجريمة بتاعته. وبيكمل ماكيتو من اللحظة دي حياته كلها اتدمرت. وبيبص على المقالة وعايز يقرأها علشان يشوف الأخبار بتتكلم عن إيه، وبيكون ساعتها خايف ومحتار يفتحها ولا لأ. وبيسأل نفسه هل أفتح المقال ولا لأ، لكن فجأة بيلاقي حد بينادي عليه. فبيلتفت ماكيتو جنبه وبيلاقي إن الطفل شون، وبيجري شون عليه وبيقول صباح الخير يا دكتور. فبيفرح ماكيتو أول ما بيشوفه. وبتقول الأم إن ابنها راح يعمل فحص دوري بعد ما خرج من المستشفى. فبيقول ماكيتو بجد طب يلا نروح سوا. وبيتراجع ماكيتو إن يشوف المقال وبيمشي معاه ماكيتو وهو بيقول لنفسه كل حاجة كانت تمام مفيش داعي اتردد تاني. وبيبص على الطفل وبيقول الطفل عايش بصحة كويسة وده أكبر دليل إني عملت كل حاجة صح واختلفت عن حياتي اللي فاتت. وبتقول أم شون جوزي دلوقتي بيتعالج من إدمان الكحول وهو طلع بيشرب كل ليلة من ورايا لأن الضغط عليه في الشغل كان كبير وأنا ما خدتش بالي وما لاحظتش الحاجات دي على جوزي وسبت شون معاه في الليلة اللي حصلت فيها الحادثة وخرجت، فأنا لازم كمان أتحمل جزء من المسؤولية. وبيبص لها ماكيتو وبيكون متفهم اللي حصل معاها. وبتقول له أم شيون شكرا ليك يا دكتور، انت بس مش انقذت ابني انت كمان انقذت مستقبل جوزي، انا حسيت فعلا ان مصير العيله دي اتغير. بتكون ام شيون ممتنه للدكتور ماكيتو جدا. فبيقول ماكيتو اللي حصل ده هو قدري. وبيبدا شيون يتنطط بحماس وبيقول امي يا دكتور ماكيتو بتعملوا ايه؟ فردت عليه امه بسرعه استنى بس انت لسه متعافي ما تتحمسش كده. بس هو ما سمعش كلامها وفضل يجري ويلعب. وواقف ماكيتو قدام السلالم وبيبص حواليه وبيكتشف ان المكان ده هو اللي وقع فيه في حياته اللي فاتت واتصاب بكسر في الجمجمه. وبيفتكر الذكرى دي كويس لما وقع وكان سايح في دمه. فبينده على شون وبيقول له ممكن تمسك ايدي واحنا نازلين. ولما بيسأله الطفل عن السبب بيقول له ماكيتو علشان السلالم دي عاليه وخطيره. وبيوافق شين وبينزلوا الاتنين مع بعض. وبعدها بنرجع لمستشفى سيول لأوضة موجود فيها اتنين بيتكلموا. واحد بيقول للتاني بص بقى البنت دي ملهاش لازمه حتى بعد ما كانت بتستغل ابو المريض. وبنكتشف ان الشخص ده يبقى دكتور كوسيكا. وبيقول للشخص التاني معقوله دكتور مقيم واحد بس قلب الدنيا ومحدش قدر يوقفه. فبيرد عليه الشخص التاني واللي بيطلع دكتور اوزاو بلاش نحملها كل حاجه، دي مش مسؤوليتها لوحدها، كان المفروض يكون في حلول تانية، دي مش بتقدر تتصرف بذكاء زيك. فبيقول دكتور كوسيكا انا اسف بس برضه لو كانت الامور مشيت زي ما احنا مخططنا كانت هتبقى فرصه نخلص من ابو شندو. فبيوري دكتور اوزاو لدكتور كوسيكا صوره في الموبايل وبيقول ريري شكلها مش مناسبه تكون تبع علينا فعلا، والصوره بتكون لريري وشخص جنبها. وبيكمل دكتور اوزاو انا مضطر اني اعاقبها. فبيرد عليه دكتور كوسيكا ايه هتستخدم الطريقه دي؟ ده اسلوب وحش يا جدع، فين قلبك كطبيب؟ فبيرد دكتور اوزاو بكل برود طبعا موجود بس الاطباء برضو ناس عاديه مش ملايكه وعايزين يصلحوا الاوضاع الغلط زي كده.
وبعد أسبوع من اللي حصل مع شيون بنشوف شخص غريب بيقدم هدية لواحدة وبيقول دي ليك يا ريري. فبتفرح ريري جدا وبتقول ده اللي كنت عايزاه من زمان. وبيقول الراجل أنا تعبت جدا علشانك يا ريري، فممكن أبيت عندك النهاردة؟ فبترد عليه ريري بابتسامة أسفة مش هينفع النهاردة، بس هظبط لك وقت تاني. وبنشوف ريري بتبيع الهدية بفلوس كتير وبتطلع بره المكان وهي بتعد الفلوس وبتقول أنا لازم أحوش الفلوس دي لنفسي. وبعد كده بتدخل ريري مالها ليلي وبتقعد مع الشباب وبيقول لها واحد منهم ريري انت عايزه تشربي؟ فبتقول له ريري وهي سكرانه لا انا تمام. وبتفتكر ريري الفلوس اللي معاها في الشنطه وبتقول لنفسها الفلوس دي ليا انا بس، مش هصرفها على اي حد تاني، هستخدمها لنفسي وبس. وهنا بنعرف ان ريري بتشتغل فتاة ليل. وبنروح لمستشفى سيو وبنشوف شخص غريب بيبص على ريري وهي بتتكلم مع مريض وبتقول له احنا هنتابع التقدم كالعاده. فبيقول لها المريض شكرا لكم جدا. وبينده الشخص الغريب على ريري لكن ريري بتاخد بالها منه وبتتضايق جدا وبتسيبه وبتمشي. فبيزعل الراجل لما بتسيبه وبتمشي وبنعرف ان ده ابوها واسمه شيميزو. فبيجي دكتور كوسيكا وبيقول للراجل هو انت ابو ريري؟ عايز اتكلم معاك شويه. وبيمشي شيميزو ابو ريري ورا الدكتور كوسيكا لكن فجاه بيفقد تركيزه وبيقع على الارض. فبيلحقوا ماكيتو بسرعه قبل ما يقع وبيطمن عليه. فبيقول له شيميزو انا تمام بس حسيت بدوخه بسيطه. ولما بيمشي شيميزو بيلاقي ماكيتو حاجه وقعت منه على الارض فبياخدها وبيديها له. فبيشكره شيميزو وبيمشي وبيخرج بره المستشفى. وبعدها بيقعد يفكر ماكيتو وهو بيبحث في اللابتوب عن حاجه معينه وبيقول لنفسه انا لما لمست الراجل ايدي اليمين اتحركت لوحدها وحسيت بحاجه غريبه في دماغه. ولما بيدور بيلاقي ان الراجل ده ليه ملف قديم في المستشفى وكان مريض فيها. وبيقول ماكيتو لنفسه الراجل ده فعلا عنده تمدد في الاوعيه الدمويه بالمخ وكمان حالته شكلها مزمنه، يعني مش حاله طارئه قوي دلوقتي والوضع لسه مش خطر. وبنروح لبيت ريري وبتوصل ريري وبتلاقي ابوها موجود وبيقول لها ابوها اسف لو كنت ضايقتك تاني. لكن ريري انفعلت عليه وبتقول له قلت لك مليون مره ما تجيش في وقت شغلي، ولو جيت ما تكلمنيش اصلا، انا مش عايز حد يعرف ان ابويا واحد زيك. وبتروح ريري على التلاجة وبتفتحها وبيقول ابوها انا اسف بس انت عمرك ما قلتي لي امتى بتكون موعد شغلك. فبتساله ريري طب ايه اخبار التحاليل اللي عملتها على المخ؟ فبيرد عليها ابوها بكل حزن النتائج زي ما هي، ولو ما فيش فلوس علشان ادفع ثمن الاجراءات الطبيه مش هيكملوا الفحوصات. فبترد عليه ريري بكل برود خلاص هبقى اشوف لك شويه فلوس عندي. فبيتعصب ابوها بيقول لها ازاي يعني مش كنت بتحولي لي كل شويه فلوس؟ وفين الفلوس اللي كنت سايبها معاكي؟ وقتها بتتعصب ريري وبترزع باب التلاجة وبتقول عدى وقت طويل على الموضوع ده ومش هنفتحه تاني، امي خدت اغلب الفلوس لما سابتنا والفلوس اللي بتجيبها لي مش كفايه اصلا. وقتها بيرتبك شيميزو وما بيعرفش يرد عليها فبيقول لها بكل خجل بس انت اكيد بتكسبي كويس دلوقتي. وبنشوف شيميزو كان واقف مع دكتور كوسيكا وبيقول له كوسيكا ريري بتكسب كويس، يعني معاها فلوس كتير وكمان بتكسب من كذا طريقه بعيدا عن الطب. فبتتعصب ريري وبتقول الفلوس دي بتاعتي ومش من حقك تاخدها. فبيقول شيميزو بس احنا عيله ازاي ما تساعدنيش؟ فبتنفعل ريري وبترمي ازازه العصير على الارض وبتكسرها وبتقول له ازاي تجرأ وتقول كده؟ انا ما اخترتش اكون بنتك وانت عمرك ما عملت لي حاجه. فبيقعد شيميزو وبيبكي وبعدين بيقول لها انا اسف وبينحني على الارض علشان تسامحه. فبتقول له ريري هو دلوقتي انا الوحشه؟ انت عمرك ما كنت مهتم بحاجه غير القمار والشرب وعلشان كده ماما سابتك ومشيت مع راجل تاني. وبتكمل بصوت مكسور يعني انا قليله علشان اتسبت وحديه، وانا وسخ علشان بكذب الرجاله، وانا غلط علشان مش بعرف اعيش من غير ما اتعلق بحد. وبتفتكر ذكرياتها الحزينه وهي بتتكلم وبتقول اللي عايز يعيط دلوقتي ويزعل هو انا مش انت. وبتاخد شنطتها وبتمشي وهي بتقول لابوها بمنتهى القسوه الموضوع مش حلو بس قول لي بقى انت شايف ان ليك حق تعيط؟ وبتكمل ريري وابوها بيسمعه وهو بيعيط ايوه بكسب كويس اليومين دول علشان بلعب برجاله في سنك تقريبا. ساعتها بيتصدم شيميزو وبيمسك فيها وبيقول بعصبيه اوعي تكوني بتبيعي جسمك. فبتزق ريري وبتقول بكل برود طيب وايه يعني؟ افترض اني فعلا ببيع جسمي، على الاقل الرجاله دول بياخدوني لاماكن محترمه وبيصرفوا عليا على عكس ابويا. انا كنت الاول ببيع جسمي علشان ادفع علاجك بس دلوقتي ما بقتش مهتمه، جسمي ده ملكي وفلوسي دي ليا انا اعمل بفلوسي اللي انا عايزاه. وبتمشي ريري وبتسيبه فبينده شيميزو عليها فبتقوله هي ماشيه ليه بقى ما تموتش وتخلصني؟ وبتسيبه وهي منهاره. وبيقول شيميزو لنفسه انا عملت ايه في بنتي؟ وبيجري وراها في الشارع وبينده عليها وبيكون في واحد سايق عجله وبيتفرج على الموبايل وبيفضل شيميزو ينده على ريري وبيكون شيميزو وسواق العجله مش واخدين بالهم من بعض وفجاه بيخبطوا في بعض سوا وبيقع شيميزو على الارض وبيخاف صاحب العجله من اللي حصل وبيكون في راجل ومراته شايفينه من وراه وبيهرب صاحب العجله بسرعه
والراجل اللي بيشوفه بيقول مش ده باكو، ده بيهرب بسرعة بعد ما خبط الراجل، وبيكون شيميزو مرمي على الأرض وبيتألم. وبيروح الراجل ومراته يطمنوا عليه وبيقولوا له أنت كويس؟ وبتحس ريري بدوشة وراها، فبتقف علشان تشوف إيه اللي بيحصل، وبتلاقي إن سيارة الإسعاف جت وخدت أبوها، وبتجري ورا أبوها بسرعة علشان تلحقه، وبتقول لنفسها لو ما عملتش حاجة أبوها هيموت. لكن فجأة بتقف وبتقول لنفسها أنا لازم أسيبه، هو يستاهل. وقتها بتفتكر ذكرياتها الحلوة معاه لما اتخرجت وأبوها كان بيحتفل بيها وبياخد لها صورة التخرج، وساعتها كان بيقول لها أبوها مبروك يا ريري بقيتي ممرضة، أنا ما عرفتش أكون مفيد لحد لكن أنتي تقدري تكوني أحسن مني بكتير. وبتقف ريري وبتبص على باباها وبتكون متلخبطة ومش عارفة تعمل إيه، لكن في النهاية بتقرر تساعده وبتجري بسرعة ناحية عربية الإسعاف، وبتقول لنفسها مهما حصل ده أبويا. لكن ممرض الإسعاف بيقول لريري أبوكي خبطته عربية ومفيش إصابات باينة من بره. وبتشوف ريري أبوها بيتألم، فبتقول للممرض اتصل بسرعة بمستشفى سيو، ده المكان اللي بشتغل فيه. وبتفكر ريري في سبب إصابة أبوها وبتقول هو ممكن يكون الاصطدام أثر على تمدد الأوعية في دماغه. وبيبدأ ممرضين الإسعاف يحاولوا يتصلوا مع مستشفى سيو، بس فجأة بيقول ممرض الإسعاف لريري هم رفضوا. فبتقول ريري إزاي أنا مش مصدقة. فبيقول لها ممرض الإسعاف في المستشفى قالوا إنه عنده إصابات خفيفة ومفيش سرير فاضي للحالات اللي زيه ولازم ندور على مستشفى تانية. وبيتصل دكتور إيزاو بريري وبتكون مستغربة إنه بيرن عليها في الوقت ده، ولما بيرد عليها بيكلمها بمنتهى البرود وبيقول لها أهلا ريري، أنا سمعت إن والدك حصلت له حادثة بس أنا في الأجازة النهاردة. فبتستغرب ريري وبتسأله عرفت إزاي اللي حصل لبابا، وبتفكر وبتقول له هو أنت اللي رفضت دخول سيارة الإسعاف؟ فما بيهتمش دكتور إيزاو. فبتقول له ريري دكتور أرجوك بابا كان في حادثة بسيطة بس احتمال الأوعية اللي في مخه تنفجر ولو انفجرت هيموت. فبيرد عليها ببرود ده مجرد حادثة عجلة، وما سمعتش قبل كده إن حد بيحصل له تمزق في الأوعية الدموية في المخ بسبب خبطة زي دي. وبعدين مع الفواتير اللي ما دفعتش مش فارق معايا، مريض مش هيقدر يدفع حتى لو حالته نادرة، بس طبعا لو تقدري تدفعي من اللي كسبتيه من جسمك الموضوع هيبقى مختلف. فبتتعصب ريري وبتقوله أنا عرفت رجالة كتير لكنك أنت الوحيد اللي عطيته جسمي وأنت عارف كده كويس. ورجالة الإسعاف بيكونوا مستغربين من كلامها، وبيرد عليها دكتور أوزاو يبقى لازم أعلمك درس بطريقتي، أكيد قابلت رجالة كتير ودي تعتبر خبرة عملية ليكي علشان تعرفي تكسبي بعدين. اسمعيني كويس هبسطها لك يا غبية علشان تفهمي. فواتير علاج أبوكي لسه ما دفعتش وده يخليه غير مؤهل يبقى مريض عندنا، والبنات اللي ملهاش فايدة زيك مش مناسبين يكونوا بنات أصلا. هو ده كل الموضوع. وخلينا اديك نصيحة أخيرة، خدي والدك في رحلة أخيرة بالعربية الإسعاف وصدقيني قريب جدا هيكون فات الأوان علشان تنقذيه، وساعتها هتكوني حرة من أبوكي اللي عامل زي الحمل التقيل عليكي، وهتبقى حرة كمان من شغلك الشمال، مش ده اللي انت كنت عايزاه من جواكي؟ وبيقفل في وشها السكة. وبتكون ريري مصدومة وبتسأل نفسها يعني كده بتخلص الحكاية خلاص؟ معقولة كان بيلعب بيا ده كله وبعدها بيرميني كأني ولا حاجة، كأني لعبة في إيده؟ وبتفتكر ذكرياتها معاه وبتقول وهي بتعيط مش ممكن، أكيد في حاجة أقدر أعملها، مش معقول أكون عاجزة كده. فجأة حد غريب بيتصل بيها فبتستغرب وبتقول مين اللي بيرن عليا في وقت زي ده، ولما بتفتح بتسأل مين اللي بيتصل فبتلاقي واحد بيقول أنا ساشيميزو، أنت لسه في الإسعاف؟ إحنا هنكلم المسعفين من هنا فورا. فبتستغرب وبتتوتر وبيكمل اللي بيتكلم في التليفون ما تقلقيش هندخل والدك المستشفى وانا هديك الاذن وهتصرف. وبنشوف ايه بتنور وبنعرف ان الشخص اللي كان بيتكلم هو ماكيتو، وبيقول الراجل حالة الطوارئ مرفوضة لان شيميزو ما كانش بيدفع فواتير اصلا. فبيرد عليه دكتور اوزاو فعلا وريري ما بتدفعش برضه ولا ليها اي لازمة واحنا لازم نعلمها درس كويس، بس انا مش عارف هل هتختار تحمي نفسها ولا تنقذ ابوها. فبيقول له دكتور كوسيكا بسخرية انت هتقلب دكتور بجد ولا ايه؟ فبيرد دكتور ايزاو وهو مبتسم طبعا انا يهمني مصلحة المستشفى قبل اي حد تاني. وبيقفل مع المكالمة وبيأمر دكتور كوسيكا الموظف انه يرفض حالة شيميزو مهما حصل. وبيرد موظف المستشفى على المكالمة اسفين مش هنقدر نقبل الحالة. وبتكون أزومة واقفة بتتصنت على الدكتور كوسيكا وبتقول لنفسها ابو ريري وقع فجأة انا لازم ابلغ دكتور ماكيتو فورا. وبنروح لماكيتو اللي بيلوم نفسه على اللي حصل وبيقول ازاي اعتمدت على احساس ايدي اليمين بس، ازاي ما عملتش حسابي ان في حوادث محدش يتوقعها ومش دايما بتديك فرصة. وبيجري ماكيتو على اوضه الدكتور كوسيكا بيقول له بكل انفعال احنا هنقبل شيميزو في المستشفى اتصل بيه تاني. فبيرد عليه دكتور كوسيكا انا مش عارف انت سمعت منين بس ما تتسرعش يا دكتور ماكيتو، دي مجرد خبطة من عجلة مفيش داعي نعالج حاجة بسيطة زي كده. وبيكمل هو بيشرب سيجارة
روح على بيتكم قبل ما تتأذى، فكر في مصلحتك الأول قبل ما تفكر في مصلحة الناس يا دكتور ماكيتو. وأنا مش عارف يعني إزاي مستشفى ودكتور وبيشرب سجاير. فبيرد عليه ماكيتو: أنا قلت إن المستشفى هتقبله، فاتصل تاني واسحب كلامك دلوقتي. فبيتعصب دكتور كوسيكا وبيقول لماكيتو: أنت بقيت مزعج قوي وجبت آخرك معايا. ولكن قبل ما بيكمل كلامه بتيجي واحدة بتاخد منه السيجارة وبتمسكه وبتلوي دراعه، وبنكتشف إن الحد ده تبقى أزومة وبتقول: أخيرا جت لي الفرصة، قلت لك كم مرة يا دكتور كوسيكا إن التدخين ممنوع في المستشفى، المرة الجاية هعاقبك على الموضوع ده. فبيرد عليها دكتور كوسيكا: سيبيني يا بنت انتي. وبيقول ماكيتو للموظف: أنا هتصل بالسيد شيميزو واطلب سيارة إسعاف فورا واديلهم الإذن بالدخول. وبيقول راجل الإسعاف: إحنا دلوقتي جات لنا مكالمة بقبول الحالة اللي معانا. فبتتفاجئ ريري وبتقول: معقولة قبلوه بالسرعة دي؟ وبتشكر ماكيتو في سرها وهي بتعيط. وبيقول ماكيتو لأزوما: الإسعاف هتوصل قريب، شكرا بجد يا أنسة أزوما. فبترد عليه أزوما بكل ثقة: مفيش داعي للشكر. فبيقول لها ماكيتو وهو معجب بيها: أنسة أزوما أنت قوية فعلا. وبيقول دكتور كوسيكا لماكيتو: مهما حاولت أوقات مفيش فايدة، حتى لو العلاج حصل فورا نسبة الشفاء من نزيف في المخ أقل من 30%، وده مستحيل تعمله وتقدر تنقذ المريض. وبتيجي ممرضة بتقول: سيارة الإسعاف وصلت. وبنشوف شيميزو وهو داخل المستشفى على سرير ومغمى عليه، وريري واقفة من بعيد وبتبص على أبوها وهي حزينة. فبيقول لها ماكيتو: أنا هنقذ والدك مهما حصل. فبترد عليه ريري وهي حزينة: الدكتور أزوما لسه مكلمني وقال لي مش ده اللي انت كنت عايزاه، ان ابوك يموت. وانا فعلا فكرت كده في لحظة وقلت لنفسي يمكن لو ما قدروش ينقذوه هكون حرة ومش هبقى شايلة هم مسؤولية واقدر ارتاح اخيرا. انا فعلا كنت تعبانة من اني دايما كنت لازم اضحي علشان غيري، وما فكرتش في ابويا انه عنده نزيف في المخ. يعني حتى لو العملية نجحت احتمال كبير يطلع مشلول، ولو ما حصليش حاجة هيفضل يبص لي بنظرة قرف كأني واحدة مش كويسة مش محترمة. فبيقول لها ماكيتو: بس برغم كل ده انا قررت اني انقذه. فبتستغرب ريري من رد فعل ماكيتو. فبيقول لها ماكيتو: انا مش عارف ظروفك يا انسه ريري، بس اسمحي لي اقول لك حاجه، انا عمري ما اتردد اني انقذ حياه حد، لان الدكتور وظيفته ينقذ حياه الناس مش يحدد مين يستاهل يعيش ومين لا. فعلشان كده انا لازم احافظ على حياتك وحياه ابوكي. فبتضحك ريري وبتقول له: انت بتتكلم كانك دكتور مخضرم وانت لسه دكتور مقيم، ارجوك انقذ ابويا. فبيقول لها ماكيتو: حتى لو ما طلبتيش مني ده شغلي ولازم اعمله. وبعدها بيتناقش ماكيتو مع أزوما وكوبو بخصوص والد ريري. وفجأة بتدخل ممرضة وبتقول: دكتور ماكيتو، بالنسبة للجراحين المخ والأعصاب مفيش ولا واحد فاضي دلوقتي. فبيقول ماكيتو لنفسه: أكيد أزوما لعب لعبته تاني وسحب الناس دي كلها، أنا كده فهمت كل حاجة والصورة وضحت قدامي. فبيفكر ماكيتو في الموضوع وفي النهاية بيحدد يعمل إيه، وبيقول للمساعدين اللي معاه: إحنا هنعمل عملية استئصال. فالناس اللي حواليه بيتفاجئوا وبيقولوا: استئصال؟ أنت متأكد؟ وبتقول كوبو: مفيش حتى اخصائي معانا دلوقتي، ليه ما تعملوش عمليه تثبيت اسهل وما فيهاش فتح جمجمه. فبيقول لهم ماكيتو: لو مشينا على تقارير وحجم ومكان تمدد الاوعيه الاستئصال هو احسن حل حتى لو اخطر واصعب. فبتقول أزوما لنفسها: ماكيتو مش بيفكر في اللي هيحصل دلوقتي بس، ده بيفكر كمان في المستقبل وفي حاله المريض بعد العمليه. ده بس مش بيفكر ازاي ينقذ حياته، لا ده بيفكر ازاي هيعيش وهيكمل باقي حياته. هو ده فعلا الدكتور الناجح والشاطر. وبيكمل ماكيتو: لو عندنا مهارة الاستئصال هو الاختيار الأضمن. فبتقول كوبو لنفسها بسخرية: مهارة إيه؟ دي حاجة مش سهلة خالص. هو بيهزر؟ حتى الدكاترة الكبار بيترددوا يعملوا حاجة مش تخصصهم. اللي قدامنا دلوقتي مش أي عضو في الجسم، ده ما فيهوش هزار، ده الدماغ. وبصراحة متحمس أشوف ماكيتو هيعمل إيه المرة دي وهيفاجئنا بإيه. وبتقول كوبو للممرضين: يلا نبدأ التحضيرات علشان نفتح الجمجمة. وبيفتكر ماكيتو في حياته اللي فاتت لما وقع على الأرض وحصل له كسر في الجمجمة. فبيقول فريق التمريض وهم متوترين: العملية دي هتكون أول مرة نشوف عقل مريض بعينينا قدامنا، وبنشوف شيميزو وهو في حالة خطيرة. وبيقول ماكيتو لنفسه: أنا كل ما أشوف مريض بفتكر اللي حصل لي في حياتي اللي فاتت لما اتزحلقت من على السلم ودماغي اتخبطت وجالي نزيف داخلي والأمور خرجت عن السيطرة. وقبل ما بيبدأ ماكيتو العملية بيشوف الفحوصات والأشعة علشان يحدد مكان الاستئصال. وبيقول لنفسه: أنا أقدر أعملها، ودي فرصة كويسة علشان أرجع وأذاكر وأتدرب تاني وأثبت نفسي. وبيقول ماكيتو للفريق: دلوقتي هنبدأ عملية استئصال الأوعية الدموية في الدماغ، وطبعا في العملية زي دي بنضطر نفتح الجمجمة ونشيل جزء ونركب مشبك عند قاعدة التمدد من الأوعية الدموية علشان نوقف نزيف الدم ونمنع الانفجار. وبيقول ماكيتو الكوبو: احنا فتحنا الجمجمة، هيتم القبض بسرعة. وبيقول ممرض هو متوتر رغم كل التحضيرات: لكن أنا لسه متوتر. لكن دكتور ماكيتو ثابت وهادي جدا وبيتعامل بدقة، وهو بيشيل الغشاء الرقيق من غير ولا نقطة دم. وبنشوف الوعاء الدموي اللي فيه النزيف
وبيلاقوا ان في اختناق في الاوعيه الدمويه. فبيقول ماكيتو وهو شغال: القرار اللي جاي مش بتاعي لوحدي، ده قراركم كلكم. وبيفتكر ماكيتو ريري وابوها، وبيقول لشيميزو: انت لازم تتمسك بالحياه واحنا هننقذك. وبتقول كوبو هي منبهره: ماكيتو نجح انه يركب المشبك علشان يوقف النزيف. وبنشوف الوعاء الدموي بعد تركيب المشبك، وبيكون دكتور كوسكا بيتفرج على العمليه من بعيد، وبيكون مش مصدق اللي بيحصل، وبيقول لنفسه: انا عارف ان الناس بتقول على ماكيتو انه مش مجرد دكتور عادي، لكن ماكيتو مش بس شاطر، لا ده في سر هو مخبيه وانا لازم اعرفه. ويمشي من المكان وهو متعصب. وبنشوف شيميزو بعد ما ماكيتو خيط الجرح اللي في دماغه، وبيقول ماكيتو للفريق: دلوقتي نقدر نقول ان العمليه نجحت وده شغل ممتاز من الكل. وبتقول كوبو لماكيتو: الشغل اللي بياخد 4 ساعات كالعاده خلصناه في 2.5 ساعة. فبيقول لهم ماكيتو: بس لسه في حاجه لازم ناخد بالنا منها، التمزق لسه مش واضح فلازم نكمل بحذر شديد. وبعد كده بنروح لشخص بيقول: اها يعني كده انت فشلت، خلاص كفايه لحد كده وارجع لشغلك. وبنكتشف ان الشخص ده هو دكتور اوزاو. فبيقول دكتور كوسيكا: انا اسف سامحني. وبيمشي كوسيكا من الاوضه، لكن بيسمع صوت حاجه بتتكسر وراه. وبنشوف ان دكتور اوزاو رمى فنجان القهوه على الباب وكسره. وبعدها بنروح لمكان فاضي في المستشفى، وبنشوف واحده ماسكه تليفون وجايه لها رساله. وبنكتشف ان البنت دي تبقى ريري، والرساله من شخص بيقول انه عايز يقضي الليله معاها، لكن ريري بتعمل له بلوك، وده معناه انها بطل الحاجات الغلط وتبدا حاجه جديده. وبتكمل ريري السيجاره بتاعتها، يعني هي بطلت حاجات وبتعمل حاجات تانية. وبتكمل ريري السيجاره بتاعتها لحد ما بيجي شخص وبيقول لها: على فكره المنطقه دي ممنوع فيها التدخين. والشخص ده بيكون ماكيتو. فبتاخد ريري الموضوع بهزار وبتقول: اظن ان احنا مش محتاجين نمثل على بعض تاني، كفايه كده. وبتقول ريري: شكرا لانك انقذت ابويا، وكمان شكرا على تشخيصك وانك قلت ان الاصابه دي من حادث. وده طبعا فرق كتير في حوار التامين، لان التامين دفع كل المبلغ. وطبعا انت لو كنت قلت ان بابا كان عنده المرض ما كانش هيعملوا حاجه ولا كان هيدفعوا مصاريف العلاج والعمليه. فبيقول لها ماكيتو: كمان الشرطه اكدت على الحادث بعد التحريات، ولو ما كانش خبط في العجله كان احتمال كبير التمدد ما ينفجرش. فبتقول له ريري: لا ده حصل بسبب اني قلت له كلام جارح قبل الحادثه، بس بصراحه انا ساعتها كنت متعصبه لان كل فلوسي كنت بصرفها على علاج ابويا، وانا تعبت وكان لازم اخلي شويه فلوس ليا مقابل شغل في المستشفى. فبيقول لها ماكيتو في الاخر: الفلوس دي فلوس التامين للمريض واهله. وبتستغرب ريري ان ماكيتو مش بيعاتبها على اللي عملته قبل كده، وبتساله: مش هتوبخني على اللي عملته معاك؟ فبيقول لها ماكيتو: ما انا قلت لك قبل كده انا ما عنديش فكره عن ظروفك، وان الطبيب لازم ينقذ المريض وده هو تخصصهم، وانهم ملهمش الحق يحددوا مين يعيش ومين يموت. فبترتاح ريري لكلام ماكيتو وبتقول له: انا هكون صريحه معاك، ابويا هيقعد فتره طويله في المستشفى، فانا قررت اني هبيع كل حاجه علشان اقدر اغطي باقي تكاليف العلاج. وعلى فكره انا لقيت الراجل اللي خبط ابويا وده عن طريق محل تاجير العجل، ودلوقتي اقدر اخد منه تعويض كبير. فبيضحك ماكيتو بيقول لها: انت ذكيه بشكل غريب على سنك الصغير، وده شيء يخوف شويه. فبتقول له ريري: يعني ايه الكلام اللي بتقوله ده، انت قديم قوي. وهنا ماكيتو نسي نفسه تاني انه رجع بالزمن وان هو صغير ومش راجل كبير عشان يقول كلام زي ده. وبتقول ريري: وعلى فكره اكيد الناس سمعت اللي انا كنت بعمله والسكه الوحشه اللي كنت ماشيه فيها، فخليني اقولها بصراحه، انا مش هسيب شغلي كممرضه وانا مش هعتمد على حد تاني. وبتمشي ريري وهي بتقول له: هشوفك بعدين بقى. وبعدها بنروح لغرفه العنايه المركزه لوالد ريري، واللي لما بيشوف بنته ما بيتعرفش عليها وبيسالها: انت مين؟ فبتقول له ريري وهي حزينه: انا الممرضه المسؤوله. فبيقول لها شيميزو: ممرضه، تمام، شكرا على رعايتك. وبيكون ماكيتو وكوبو واقفين بره وبيشوفوا ريري وابوها. وبتقول كوبو لماكيتو: على فكره جراحتك كانت شبه مثاليه، بس بسبب التاخير في العلاج حصل ضعف بسيط في الذاكره والادراك، وده هو اللي خلى شيميزو ما يتعرفش على بنته. وبيشوف شيميزو الناس حواليه برؤيه غير واضحه وما بيقدرش يتعرف عليهم. وبتقول كوبو لماكيتو: والرغم من كل ده لسه ناوي تكمل ولسه مش بتتردد في انك تنقذ ارواح الناس حتى لو الحاله خطيره وممكن الحاله تموت في ايدك وتروح في داهيه. فبيأكد لها ماكيتو ان لسه زي ما هو وهيفضل دايما يعالج الناس مهما حصل. وبنرجع تاني لريري وابوها وبيقول شيميزو: عارفه بنتي كمان ممرضه وانا بحبها جدا لانها طيبه وقويه، وخايف انها تضغط على نفسها اكتر من اللازم، وانا كنت بزور المستشفى اوقات علشان اطمن عليها. طبعا هو مش عارف ان دي بنته. وبيكمل:
بس دلوقتي بقيت بتكرهني والغلطة غلطتي بسبب إهمالي. أمها سابتنا وجرحت بنتي كتير، وعلشان كده سعادة بنتي أهم حاجة عندي. وبيكون شمسو ساعتها مش قادر يتعرف على ملامحها، وبيقول شغلانة التمريض اللي بنتي اختارتها شغلانة عظيمة لأن فيها بتراعي الناس. وبيسمع شمسو ريرو وهي بتبكي، فبيقول لها أنا آسف، صوتك فكرني بيها، أكيد مش مريح تسمعي الكلام ده من حد غريب. وبعدين بيستغرب وبيسألها أنت ليه بتعيطي؟ فبتقوله وهي بتبتسم والدموع في عينيها يمكن علشان بنتك بالرغم من كل اللي حصل أظن إنها مش بتكره أبوها. وبتمسك إيديه وهي بتقوله الكلام ده. وبيمشي ماكيتو وكوبو من أوضة العناية المركزة، وبنشوف صورة لريري وأبوها، وبتسأل ريري نفسها هو ينفع نبدأ من جديد؟ وبنروح لمبنى ضخم وفيه حفلة كبيرة، وبنشوف ماكيتو وهو بيجري وبيقول وصلت في الوقت المناسب، بس سبت الدكتورة كوبو مستنية. وفجأة بيخبط حد فيه وبيكون الشخص ده هو كوسيكا، وبيقول له بكل تكبر اتحرك من هنا. فبيعتذر له ماكيتو، وبيكون مع كوسيكا شوية صحاب بيتريقوا على ماكيتو وبيقولوا يا كوسيكا هو ده الدكتور المقيم اللي لخبط الدنيا؟ ده طفل مدلل من جامعة تعبانة، ازاي بقى زميلنا؟ ده كمان شكله مش احسن حاجة. فبيقول كوسيكا لاصحابه ما تبقاش شديد قوي كده عليه، ده سافر كل الطريق علشان يحضر محاضرتنا. فبيتصدم ماكيتو لما بيسمع الكلام ده لأن اليوم هو مؤتمر هيعرضوا فيه بحث الدكتورة ميركل. فبيقول ماكيتو ليهم هو مش النهارده كانت محاضرة الدكتورة ميركل اللي جاية من برا البلد؟ فبيقول واحد من زمايل كوسيكا بسخرية انت ممكن تكون بتتعامل على انك دكتور كبير مع الممرضات في الشغل، بس هنا هم شايفين الحقيقة وعارفين كويس انك ما عندكش اي مهارة. وبيقول كوسيكا بمعنى تاني انت مش مرغوب فيك هنا، افتح ودانك واسمع المحاضرات وانت ساكت. فبيتعصب ماكيتو من كلامهم، وبنروح لمناقشة الدكتورة ميركل للرسالة بتاعتها، وبتقول في نهاية المناقشة وده بيلخص نتائج البحث اللي شرحتها لكم، وشكرا لكم كلكم على اهتمامكم. وبيتفرج ماكيتو وكوبو هم منبهرين بدكتورة ميركل، وبيقول لها واحد من الدكاترة دكتورة ميركل اللغة اليابانية بتاعتك ممتازة بالرغم من أصولك، واللغة الأم بتاعتك من ألمانيا. فبتقول له ميركل طبعا أنا بقالي سنين طويلة مع تواصل مستمر مع اليابان، دلوقتي خليني أقدم لكم المؤلف والمشاركين في البحث ده كلهم مواهب شبابية وأنا بتوقع عليهم مستقبل باهر. وبيطلعوا الشباب على المسرح وبيشوف ماكيتو كوسيكا معاهم، وبيتفاجئ وقتها وبيقول لنفسه هو ده اللي كان عايزه كوسيكا، اسمه لما يتحط في البحث بيديله مكانة كبيرة، بمعنى تاني ده بيأثر جامد على المستقبل المهني. وبيقول ماكيتو لكوبو ليه اختاروا كوسيكا بس؟ فبتقول كوبو زي ما كنت متوقعه بالظبط، انت الوحيد اللي ما تبلغتش، هم عملوا كده علشان يمنعوك من انك تاخد فرصة الترقية. فبيتفاجئ ماكيتو من اللي حصل، فبتقول له كوبو اكيد كل ده من شغل اوزاو. وبيتضايق ماكيتو وبيقول لنفسه انا مش بايدي اي حاجة، من قبل ما ابدا اتراجع في شغلي ولحد دلوقتي ما كانش عندي رفاهية الوقت اني اقعد على المكتب واكتب ابحاث. وبعد نهاية المؤتمر بيطلع كل الدكاترة بره، وبيكعبل واحد ماكيتو وهو ماشي، وبيقع ماكيتو على الارض قدام ميركل، وبيكون موقف محرج جدا. وبيقول له كوسيكا اتحرك من هنا بسرعة، وبيكون كوسيكا هو اللي موقعه. فبتمد كوبو ايديها ليه علشان تقومه، وبتقول كوبو لماكيتو بالرغم من انك دكتور شاطر انت فاشل في العلاقات الاجتماعية. وبتاخد كوبو ماكيتو معاها وبيروحوا للدكتورة ميركل، وبتنده كوبو على ميركل وبتسلم عليها وبتقول لها كانت محاضرة ممتازة يا دكتورة، وانا ملاحظة اني خسيت شوية ولا ايه؟ فبتقول لها ميركل يمكن علشان كنت مشغولة. فبيسألهم ماكيتو انتوا تعرفوا بعض؟ فبترد عليه كوبو ايوه نعرف بعض. وتقدم كوبو ماكيتو لميركل وبتقول ده الطبيب المقيم بتاعي، هو لسه مقيم بس يقدر يتعامل حتى مع حالات النزيف الصعبة، ما يغركيش ان هو مبتدئ. فبتعجب بيه ميركل وبتقول ده فعلا مبهر، انا ميركل اتشرفت بمعرفتك. فبيقول لها ماكيتو انا كمان اتشرفت بمعرفتك. ولما بيسلموا على بعض بتتفاعل قدرة ماكيتو وبيشوف انسجتها الداخلية، وبيكتشف انها عندها مشاكل في البطن والفخذ. وبيشوف كوسيكا ماكيتو واقف مع ميركل فبيتضايق جدا، وبيسأل ماكيتو ميركل سمعت انك راجعة بلدك بكرة؟ فبتقول له الدكتورة ميركل ايوه. فبيطلب منها ماكيتو ينفع تأجلي سفرك حتى لو ليوم واحد بس؟ وبتكون كوبو مستغربة من تصرفاته، وبيتعصب كوسيكا وشلته وبيقولوا استنى هنا انت بتقول ايه؟ مستحيل تكون الدكتورة ميركل عندها وقت لكده، الدكتورة مشغولة جدا، لو فاهم امشي من هنا يا مبتدئ. وبيقول كوسيكا لماكيتو انت بتحاول تمدد اقامتها علشان ترقي نفسك في الوقت ده؟ فبيقول له كوبو لا طبعا، ليه اعمل حاجة زي دي؟ فبتوقف ميركل كوسيكا وبتسأل ماكيتو طب ليه عايز استنى؟ فبيقولها ماكيتو بصوت واطي امبارح انت عملت عملية شفط دهون تجميلية. فبتتفاجئ ميركل وبتقول ازاي عرفت؟ فبيقول ماكيتو
أنا كنت شاكك، ولو كده يبقى لازم تأجلي سفري. فبيستغرب أصحاب كوسيكا من اللي بيشوفوه وبيقولوا إزاي الراجل ده بيتكلم ألماني، يا ترى هو بيقول إيه؟ فبترد ميركل على ماكيتو، لكن زي ما قال الدكتور كوسيكا أنا كمان مش فاضية، ممكن تشرح لي سبب خوفك؟ فبيقول لها ماكيتو طبعا السبب حقيقي ورا اللي بيحصل دلوقتي هو تدفق دمك الحالي، ولأن الطب التجميلي الياباني متقدم جدا ويمكن الأفضل في العالم، بس بالرغم من كل التكنولوجيا الحديثة دي والتطور اللي وصلوا له، بس في حاجة لسه ما قدروش يتغلبوا عليها، وهي النزيف اللي بيحصل أثناء الجراحة. وزي ما حضرتك عارفة الجسم بيفقد كمية كبيرة من الدم، واللي بيحصل بعدها إن الدم بيتقل وبيبقى أكتر لزوجة، وبيتحول من سائل حر إلى مادة تقيلة صعب إنها تتحرك جوه الجسم. وكمان في أماكن زي كباين الطيارات الهواء بيبقى جاف والضغط قليل، وده بيخلي الدم يتقل أكتر وأكتر. وكمان الرحلة لألمانيا طويلة والقعدة لفترة كبيرة هتبطئ سريان الدم في الرجلين، يعني كل حاجة جاهزة علشان تتكون جلطة، ولو الجلطة اتحركت من الوريد ودخلت في الشريان الرئوي وقفلت هناك، وقتها بتقول كوبو يبقى هيحصل انسداد في الشريان الرئة. وبيكمل ماكيتو فعلا يا دكتورة انت دلوقتي في الوضع ده وفي الحالة دي معرضة لحاجة اسمها متلازمة الدرجة السياحية. فبيدخل أصحاب كوسيكا في الكلام وبيقولوا بنبرة سخرية انت بتتكلموا عن ايه يا دكتورة؟ ده مجرد طبيب مقيم مبتدئ، كبري دماغك منه. وبيحط كوسيكا ايده على كتف ميركل وبيقول يلا بينا يا دكتورة. فبتزق ميركل ايده وبتقول انا هأجل سفري ليوم كمان. فبيتصدم كوسيكا من قرارها وبتقول ميركل يا دكتور عندي سؤال، لو كنت تعرف دكتور ممتاز بالشكل ده ليه ما عرفتنيش عليه؟ فبيتوتر كوسيكا. فبتكمل ميركل ما تقوليش انك بتحاول تحتكر المكان لنفسك علشان تبقى مميز وتستغل شغلي وابحاثي علشان مصلحتك وعلشان ترقي من نفسك. فبيقولها كوسيكا لا مش كده خالص، وبيعتذر اصحابه علشان يفلتوا هم وينقذوا نفسهم. وبتقول ميركل لماكيتو انا كنت مستهونه بجراحه التجميل بصراحه، بس دلوقتي انا فرحانه اني قابلت دكتور ممتاز زيك، شكرا ليك. فبيرد ماكيتو باللغه الالمانيه العفو تحت امرك. وبتقول كوبو لماكيتو وكمان بتعرف تتكلم الماني؟ فبيقولها ماكيتو الحقيقه كان في حد زمان يخليني اتدرب عليها بشكل مكثف. فبتقول له وهي مستغربه من زمان يعني وانت طفل؟ ودي تالت مره ماكيتو بينسى فيها انه رجع بالزمن بعد ما عاش فتره طويله من حياته اللي فاتت. وفجاه بتيجي واحده بتقرص ماكيتو في ايده، ولما بيلتفت ماكيتو بيلاقيها بنت بتقول له هو انت فاكرني؟ ولما بنشوف الكارنيه بتاعها بنلاقي ان اسمها يورينو. وبيتفاجئ ماكيتو لما بيشوفها وبتسالها كوبو حضرتك مين؟ فبتقول يورينو انا خطيبه ماكيتو. ولما بيجي الليل بنروح لبيت غريب وبنشوف اوزاو وكوسيكا في البيت ده، وبينحني كوسيكا لاوزاو وبيعتذر له وبيقول اوزاو يعني كده الدكتوره ميركل مش هتيجي؟ فبيقول كوسيكا ايوه شكلها لسه عامله عمليه من قريب واحنا ما قدرناش نقنعها تيجي معانا. فبيقول اوزاو فهمت طبعا ده كله بسبب دكتور ماكيتو الغبي. وبيقول اوزاو لكوسيكا اكيد انت عارف احنا ليه كنا عايزين الدكتوره ميركل تيجي، كانت جايه علشان نلم رعايه وفلوس ونسيطر على مستشفى سيو، لكن للاسف الموضوع خلص يا كوسيكا، وشكل كده هعمل فيك زي ما عملت في ريكيتشي بالظبط، بجد حاجه تزعل، انت خلاص دخلت في القائمه السوداء. وبيقول اوزاو وهو بيمشي جهز حاجاتك قبل الليل سلام. فبيزعق كوسيكا استنى ارجوك ماكيتو اكيد وراه حاجه ومخبي سر. وقتها بيقف اوزاو علشان يسمع اللي عنده، وبيكمل كوسيكا اكيد في حاجه مش طبيعيه ورا مهارته العاليه دي وعمليه النزيف الاخيره، وكمان اللي اكتشفه عن تاريخ عمليات الدكتوره ميركل ممكن يبقى المفتاح اللي يكشف السر. انا الوحيد اللي خدت بالي من الموضوع ده ولازم اعرف الحقيقه. وقتها بيطبطب اوزاو على كوسيكا وبيتراجع عن قراره وبيقول له انت انقذت نفسك باعجوبه وانا واثق فيك، لكن سيب الموضوع ده ليا. وبنرجع تاني لرينو وماكيتو وبتقول يا رينو انا سمعت انك سافرت بره، ولكن قبل ما بيكملوا كلامهم بيجي واحد وبيندى على يورينو وبيقول انسه يورينو لازم نروح دلوقتي. فبتقول يورينو جايه حالا، وبتقول لماكيتو اسفه لازم اسيبك دلوقتي انا راجعه اليابان وبقيت شغاله دكتور مساعد في شركه ادويه اسمها ميسونجي للادويه، وبتدي ماكيتو وكوبو كارت خاص بيها ومكتوب فيه كل البيانات بتاعتها. وبتكمل يورينو انا بشتغل دلوقتي ممثله طبيه وبقيت مؤخرا مسؤوله عن المنطقه دي في الشركه، وعلشان كده هرجع ازور مستشفى سيو تاني، بالمره هقدم لكم معلومات عن الادويه الجديده اللي بتنتجها شركتنا. وبتمشي يورينو وهي بتقول وبالمناسبه لغتك الالمانيه كانت ممتازه، وبتقول بالالماني اشوفك بعدين. وبتظهر على كوبو علامات الغيره. ولما بيمشي ماكيتو وكوبو بالعربيه بتقول كوبو لماكيتو ما كنتش اعرف ان ليك خطيبه. فبيقول لها ماكيتو دي خطيبتي السابقه.
فبترد كوبو واضح إن كان بينكم ماضي. فبيقول ماكيتو لكوبو قصته مع يورينو، وبيحكي ماكيتو إحنا الاتنين كنا في نفس الجامعة وتعرفنا على بعض في نادي السباحة وهي كانت في قسم الصيدلة. فبتقول كوبو ده معناه إنها انضمت للنادي مش علشان بتحب السباحة لكن علشان تكون علاقات هتفيدها في مستقبلها. فبيقولها ماكيتو ده صح بالنسبة لناس كتير، بس هي كانت قالت إنها فعلا بتحب السباحة، وفوق ده كله أنا اللي استفدت منها لأني كنت ضعيف وقتها في اللغة الألمانية وهي اللي خلتني أتدرب جامد على اللغة دي وعلمتهاني. وبنشوف ماكيتو معاه كتاب لغة ألمانية للمبتدئين وبيذاكر فيه لحد ما جت يورينو. وبيكمل ماكيتو وبسبب شغل والد يورينو في شركة أدوية عاشت يورينو في ألمانيا وهي صغيرة، وده طبعا بيفسر إتقانها للغة الألمانية. وبنشوف يورينو لما كانت بتساعد ماكيتو عشان يتعلم اللغة بسرعة، وأثناء المذاكرة قال ماكيتو ليورينو تعالي ناخد استراحة ونشرب حاجة، ولكن يورينو بترفض وبتقول له احنا لسه مخلصناش مذاكرة. وبيقول ماكيتو لكوبو التدريب كان مكثف جدا، وبيحكي ماكيتو انا بعد المذاكرة دخلت امتحان اللغة الألمانية ونجحت وفرحت جدا انا ويورينو. وبيكمل ماكيتو هي ساعدتني اتخطى صعوبة اللغة الألمانية وبقت نقطة تحول في مستوايا، وبعد شوية من تعرفنا وقدمت نفسي بشكل رسمي لعيلتها علشان اخطبها. وبنشوف الحوار اللي حصل بين عيلة ماكيتو وعيلة يورينو لما تقدم لخطوبتها، وبتعرف يورينو نفسها على والد ماكيتو. فبيقول شيندو والد ماكيتو انا مبسوط جدا اتعرفت عليكي، واضح جدا انك بنت ذكيه، يا ريت تهتمي بابني كويس. فبيقول هوش والد يورينو ده شرف ليها انها ترتبط بابن مدير مستشفى سيو، وانا فرحان ان بنتي لقيت شريك مناسب ليها. فبتقول يورينو كفايه مجاملات بقى. وبيقول شيندو انا ربيت ابني لوحدي وعلشان كده ممكن يكون عنده عادات مش كويسه وقلقان انه يعتمد عليكي بزياده يا يورينو. فبيترد الام عليه مفيش داعي للتواضع ده، ابنك في الاخر هيبقى مدير المستشفى. وبنلاحظ ان يورينو متضايقه وبتروح للحمام بسبب انها تعبانه، فبتروح امها وراها وبتقول ليورينو كويس ان لقيتي شريك مناسب ليكي، كده فلوس كليه الطب ما راحتش على الفاضي. وقتها بتستغرب يورينو من كلامها، فبتوشوش الام ليورينو جواز دكتور صيدلانيه من دكتور بشري ده يعتبر فرصه كبيره. فبتتفاجئ يورينو من كلام امها، فبتقول الام عيلتنا بتمر بظروف ماليه صعبه فاوعي تسيبي الفرصه دي تفلت منك. وساعتها انفصلت يورينو فجاه عن ماكيتو. وبيحكي ماكيتو لكوبو وقتها ما فهمتش حاجه، لا ظروفها ولا مشاعرها ولا حتى احلامها تخلت عنها. يورينو انسحبت وسابتني، وبعد فتره عرفت من الناس انها سافرت تكمل دراستها بره بعد ما سابت الجامعه، ومن وقتها مش عارف حاجه عنها. فبتقول كوبو لماكيتو ببساطه هي سابتك اكيد في حاجه حصلت. ووقتها ماكيتو بيبدا يفكر ليه عمره ما سمع حاجه عن حياه الدكتوره كوبو الشخصيه. فبتقول كوبو ليه انا مش زيك، انا ما بحبش اتكلم عن علاقاتي. وقتها بيتفاجئ ماكيتو وبيحس انها بتقرا افكاره. وبتكمل كوبو انا بحب الجوهر مش المكانه. فبيفكر ماكيتو في كلامها، وساعتها بيجي لماكيتو مكالمه من رقم غريب، وبتفكر كوبو بيكون عندها كلام عايزه تقوله لماكيتو بس بتتراجع. وبيقفل ماكيتو التليفون وبيقول احنا لازم نطلع على المستشفى بسرعه لان جت حاله طارئه. فبتطلب كوبو من السواق انه يوديهم للمستشفى بسرعه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى بجد ما اكونش طولت عليكم، وبشكركم على الدعم اللي انتوا بتدعموه ليا، وبجد الدعم ده بيفرق معايا جدا جدا سواء كومنت او لايك وكلمه سر الفيديو ده. كوبو اشوفك الفيديو اللي جاي، سلام.